واصبح من قسمته المجلس الوطني للصحافه الله يحفظ يولي المقصله ديال الصحفيين الاستاذ. واي حاجه العقوبات هذا الشيء واحد الطابع زجري، واحد النفس جزري مره. وما قالش حنا صحفيين النص ديالو قرا شوف لجنه الاخلاقيات والصلاحيات اللي عندها، يوليو يتابعونا في فيسبوك، يوليو يتابعونا في اليوتيوب. هذا البرلمان المغربي هو اللي وصلنا لهذه الحاله هذه. هذا البرلمان هذا شحال فيه دابا انت كتجي من بلاد المهجر، نسولك السي محمد كون معايا. بلجيكا ياك بلجيكا في البرلمان تيكون شي واحد مدان امام القضاء برلماني بالعدد هذا اللي عندنا في المغرب، شحال من واحد مدان رئيس مجلس النواب بديك الوضعيه. راه حنا دابا ماشي نشوفوا غير يهجموا، واش اي ظروف جاء هذا المسؤول؟ واش حنا في واحد البنيه ديمقراطيه كيجيو المسؤولين الى مواقعهم بناء على كفاءتهم وجدارتهم، ولا كيجيو في اطار الريع وفي اطار الترضيه السياسيه وفي اطار باك صاحبه؟ اذا ملي كنحدوا هذه البنيه عاد كنشوفوا المسؤول واحد الانسان مخوشن وسارق وشفار وجا وطلعوه علاش؟ باش يبقى يدوز هذه المشاريع، باش يبقى يقول هكا، باش يبقى يقول اللي بغاو. واش هذا توقع منه يقبل النقد الصحفي؟ ملي كيكون عندك واحد المسؤول جا في واحد البنيه ديمقراطيه زوينه مزيان ومتشبع بثقافه حقوق الانسان، ما عندوش مشكل يقول اللي بغيتي، هو كرشو خاويه. كان مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 9013 القاضي باحداث المجلس الوطني للصحافه. شوف راه المجلس الوطني للصحافه الان كاين اللي كيترأسه هو يونس مجاهد. اكثر من نقول هذا اذا كتب له النجاح والله سيحكمون على الصحافه باي باي في المغرب. وكيمشيو اكثر كيقول لك بينما يقدروا هذا المجلس الوطني للصحافه يطالب الحكومه وزاره ما تدعمش باش ما تدعمش المقاوله، يعني بغاو يعدموا يعني ماشي غير الصحافي يعاقبوا، يعدموا حتى المقاوله. يعني غادي بغاو يردوا المجلس الوطني للصحافه ماشي دراكي جلاد ديال المقاولات الصحفيه وديال الصحفيين. خاش الاحزاب اقترحت او شكون الحزب هذا اللي اقترحوا اللي بام ولا بام سي وهبي علاش كنقول وزير الاتصال هو سي بن سعيد. شوف دابا هذا الحزب ديال بام منين جا؟ غادي نمشيو هو هي هذه عنده شي جذور التاريخ، عنده شي عقول لي كيفاش جابها بقلق احزاب عيات ما تخبط دغيا جا الثاني دغيا جا كاينه فاس 77 واخا البرلمان في قانون الاطار التشريعيه واخا يجيب اقتراحات ترفضوا فاس 77. اذا الحكومه هي علاش؟ لان هذا المقترح كان مشروع قانون كان عند الحكومه في جناح الظلام كيقادوه، ولي شافوا القضيه حماضت عاد جاب هذا القانون ديال وي. دابا كنعطيك الكواليس واش كتعرف واحد الفكره نقولها لك دابا خليني نسمي وبادب. السي التويزي البرلماني ديالنا محترم كيتمتع بقرينه البراءه وحتى واحد ما يتهمه مزيان انا، ولكن هو معروف على غرفه جرائم الاموال، هو اللي جاب هذا عطاو هذا له وقيله بن سعيد مهم الحكومه، هو اللي وزير الثقافه والاتصال. وسير معي اسمع باش تعرف واحد الفكره من الصباح كندوروا عليها سنه فين هما التحقيقات اللي داروا في عدد من الملفات، فين هما التحقيقات اللي تعنوا بزاف خذ هذا السلوك هذا مهزله ما بعدها مهزله. هذا الاستاذ هذا اللي في هذا اللي ديك المره وصل وهبي وسط البرلمان تيقول الجمعيات ما عندهمش الحق يتقدموا شكايات، واللي غيتقدم بالشكايه هو الفلوس وزير الداخليه. عطيني هذه المهزله وقعت في شي برلمان عالمي من غير البرلمان المغربي. علاش المجلس ولا هاد الناس ولا الحكومه ما يعيروش الاهتمام المشاكل اللي اهم؟ مثلا الوضعيه الاجتماعيه ديال الصحفيين، شحال ديال الصحفيين مساكن وضعيتهم كارثيه الماليه، شحال من الصحفيين مساكن عندهم اسرهم، شحال من الوضعيه الماليه المؤسسات مسكينه، شحال من مؤسسه دابا كتموت على خاطرها. الاشاره سيدي محمد علاش الاشاره ما ناقشوش القطاع الخاص؟ القطاع الخاص بغيت نعطي لهذا ما كناقشوش، لا نمشيو للمال العام ديالي وديالك. علاش المال العام كياخذوه مؤسسات بعينها؟ علاش الاشهار كيمشي للمؤسسات الناطقه باللغه الفرنكفونيه؟ حصه الاسد سول راسك السؤال هذا النقاش هذا خصو يكون داخل البرلمان، ناقش المال العام خصو يكون داخل البرلمان فيكم البرلمانيين وحتى المجلس الوطني للصحافه والمجلس الوطني. علاش لا جرائد الناطقه باللغه الفرنسيه كنقولوا فرنسا ما فرنسا كان عادي. ما عنديش ارقام السمه دولة. لا نعطيك ارقام الاستاذ. الصحف الناطقه باللغه عندها حصه الاسد اقسم لك بالله وسوي هادشي. الناطقه باللغه الفرنسيه عندها حصه الاسد. كاينه مواقع كتلقى وزاره الفلاحه عندها المياه والغابات عندها صندوق المياه القرويه كتعطي الجريده بعينها. طيب نقطه اخرى مثلا تشير بلاتي سي محمد عافاك تشير. علاش غندوزو على التشهير؟ المجلس دابا فات عليك كاين نقاش على التشهير، تشهير بحياه الناس والصحفي والمتابعين امام القضاء وبعائلاتهم وبزوجاتهم. علاش ما يكونش اجتهاد انه انا كمجلس ما نستناش شكايه بشكل تلقائي؟ شحال يشهر بك انت سي محمد الواحد عارف بعض المواضيع كنشوفها واش حظ كيشهروا بالزملاء مثلا الرمضاني وعدد كيشهروا بينا حنا كيشهروا مثلا بحقوقيين، ولكن هذا القانون جايبينه باش يعاقب الصحفيين. وعلاش حنا خصو يعاقب الصحفيين؟ علاش حنا ما يحميناش المجلس؟ وسميتها التأديب راه خطير مصطلح سميتها التأديب العقوبات يعني بحال يعني ولا الصحفي مشبوه يعني تحشم يقول صحفي كارثه الاستاذ بكل بقايا التوبيخ والانذار والتنبيه بان راه سحب البطاقه سحب الدعم سحب. اذا خاص السياسيين يقولوا لنا فين كتبوا هادشي شكون اللي كتبوا لهم؟ وما كاين حتى شي كلمه على توسيع هامش حريه الصحافه حريه التعبير. علاش ما كيتكلموش عليها؟ علاش عطيني دابا واش حنا عندنا شي حريه التعبير كاع عمرنا نعبر؟ هي كاين مثلا يقول لك مثلا المجلس الوطني للصحافه يدافع عن توسيع هامش حريه التعبير فوق مقتضى الحال، يوقف الى جانب المقاولات الصحفيه فيما يخص حريه الصحافه مثلا. يعطيك اسم محمد دابا حنا دابا عندنا عقوبه سالبه للحريه ما كاين الصحفيين. وعلاش كنتعاقبوا بالقانون الجنائي؟ كنقصد كاين شي قوه سياسيه خطيره ولات في البلاد مؤخرا شي حاجه ماشي هي هذيك. وهي الدول العميقه عاودي لها ديال قلت حاجه ولات واحد الفكره وسط المغرب ضرب على راسك راه ما يعقل لك حتى واحد واللي ما دارش فلوس دابا راه يتقول بحال ولات اللهطه والخلعه. كلشي باغي يدير لاباس كلشي باغي يدير الثروه في المغرب. راه الوطن مابقاش كيفكروا فيه الناس بزاف الاستاذ العزيز صدقني. راه بسطاء الشعب هما اللي كيدافعوا على المغرب اليوم. الدراوش شتي الدراوش اللي ما عندهمش سير سبلهم والله ما يتزاكلوا على هذا الباب. شي نهار اللي تحكم على زلزال في 20 عام كلشي يعرف الخوف زمن الخوف كلشي يرجع للور احزاب فهمونا. شتي هذه العمليه ما بين وهبي وما بين اخنوش قبل انتخاب النوع من التصريحات شتي اللي كيبان لك عدميين في المغرب واحقاد وكيشوف والله ما عمرهم اثروا ضروا البلاد كما ضرها هذه العمليه اللي كتبان لك بسيطه.
طيب اخطر حاجه هو التعبير العام، تقول لي هذا راه فيه ويرجع شويه بقيت كنت وياه معاه ندير كنشدوا المراه على التدوينه الاستاذ العزيز. انا ما عرفتش انا كنتكلم بالضبط، ما بغيتش ما نسماش سعيده العالمي من التدوينه كاتبها التدوينه الاستاذ. ايوا شوف نديروا كاع زعجه موقف تنفيذ، ندير لها كاع غرامه. انا ضد الحبس، الا بغى شي واحد مشى يشوف على الحبس وعطيها شهر. انا باغي نستثمر فيها، انا تايق راه ماشي حيت انا عارف بلاد زوينه. الاستاذ من اللي خلقتي قول لي فوق سمعتي لا ما تهضرش في هذا الموضوع دابا، لا الوضع خايب، لا بلاد شويه الجزائر عندنا، لا شويه ديال يسار السبعيني، لا كاين العدو حسان، لا وبقينا غادي بينا وهذا المغرب بقى بلاصتو. افقر طيب شو افقر شنو كان وزير الداخليه، كان من اقرب المقربين للحسن الثاني ويعدم المعارضين وباسم، وفي الاخر طلع خائن وكان غيقتل المالك. باش ما كتحكر بزاف على مؤسسات الدوله الى درجه انك بعض المرات تشكك في المصداقيه ديالها. مثلا انا غير واخا انت ماشي الحكم ديالي كنحاول انت تيجي ما كتحكر ما كدير ما كلاسيك اسيدي انت مع اليمين المتطرف في هذا البلاد صافي والعياذ بالله. واش داروا لك على ما قال وبحال اللي عمرك كنتي ايماجين وماشي ديالي وماشي ديالك واش داروا لك وبحال اللي ما عمرك تيجيني كان وما عمرك تيجيني قدم لهذا البلاد شي حاجه في لحظه بغاو يعدمك كلشي بغى يعدمك. تصور معايا يفهمني دابا كان معك واحد اللغه البشر واعر في هذه البلاد المصالح اللي قصديها راه عندهم اذرع اعلاميه صحفيه فيسبوكيه راه ما يخليوكش الاستاذ واخا تقول عاش الملك والوطن وضريف والجروح راه لا يقبلون النقد. كيزوا تخدموا اجندات خارجيه والاجندات الداخليه احنا عندنا وضع صراحه. اللي كيقول لك ايضا عاود حمد المهداوي شويه عنده واحد حقد على المسؤولين وعلى الدوله وخاصه على القضاء، يعني بالرجوع يعني الحكم ديالك ديال 3 سنين المده اللي قضيتها في السجن. يعني بعض المرات كنحسوا يعني كتكون تناقش شي برنامج شي موضوع يعني بعيد خطره واحده كتجبد الحياه ديالك الشخصيه والتجربه ديالك السجنيه. يعني كيقول لك هذا حمد المهداوي دابا ساكي عاودنا انا كنت في الحبس جابوا لي هذه دخلت الطوبه خرجت منها جابوا لي الدبابه. يعني واش ما غاديش تتجاوز هذه المرحله حميد تفوت لحاجه اخرى سي مهداوي؟ واخا هذا سؤال زوين ولكن خص فيه شويه نجاوب تخليني انا خليك لا زوين هذا السؤال برافو ليك هذا سؤال رائع. واحد المقوله قالت لا تتحدث عن الصبر اذا لم تكن المصيبه مصيبتك. مساء الخير ومرحبا بكم. اليوم عندي حوار مع واحد الشخصيه معروفه في المغرب وخلق الجدل وعندها متتبعين يعدون بعشرات الالاف. واحد الشخصيه اللي كيختلف معها عدد من الناس وكيثق فيها عدد اخر من الناس. اليوم غادي نستضيفوا الصحفي والاعلامي حميد المهداوي. سي حميد المهداوي مرحبا بك. مرحبا سي محمد شكرا على الاستضافه وتحيه لكل من كيتابعنا. مرحبا بك. انا بغيت نبدي بهذيك المقدمه اللي كيقول لك الشخصيه ولا الضيف المثير للجدل اللي بغيتي. مرحبا ما عندي مشكل. هو انت كتثير الجدل وهذا الجدل جزء من نشاط الانسان ضروري. الانسان راه ضروري خصو يكون موجود. اذا هذه الحلقه غادي تكون سخونه بزاف مع سي حميد المهداوي. انت ضيف عزيز علينا وزميل كنقدروك وفعلا خلقت يعني الاسم ديالك اصبح معروف في الساحه. عندك لو ستيل ديالك بغينا ولا كرهنا. كاين بزاف كما قلت اللي كيتفق معاك كيبغيو كاين بزاف اللي ينتقدوا كاين اللي وهذيك واحد الخاصيه يمكن في المغرب كاين اللي معاك غير غدا دير واحد الموضوع تناقش شي حاجه اخرى يولي ضدك وما اكثرهم للاسف. ولكن هذه هي الحلاوه ديال بلادنا وديال المتتبعين وديال القراء. غادي نناقشوا مجموعه ديال القضايا اللي حتى هي سخونه قضايا وطنيه. غادي نبداو بالقرار ديال البرلمان الاوروبي واللي رد عليه اليوم البرلمان المغربي بغرفته في واحد الجلسه خاصه. قبل ذلك غير واحد السؤال باش نقدموك ولكن بصفه عامه انت لا تحتاج الى تقديم. مرحبا سي. انت كتعتبر نفسك حميد المهداوي واش صحفي حر صحفي مزعج او لا صحفي حاقد على الوضع؟ صحفي حر صحفي مزعج ما كاين حتى حاجه كتجمع بين هادو. انا صحفي ببساطه مغربي نهلت شويه من قواعد ديال الصحافه والمهنه. كنجرب كنحاول اصيب واخطئ بعض المرات كنكون موفق بعض المرات ما كنكونش موفق. باش نقول لك زعما باش نحكم على راسي غادي نقول لك انا ما عرفتش نشوف الناس. انا اللي كنعرف كنخرج الناس كاملين تيشكروا على داك الشيء اللي كندير كنظن هذا هو التعريف. كلشي كيشكرك ما نخرجش دابا نخرج هذه مهمه جدا والله العلي العظيم. كنخرج الشارع المغربي اينما وليت وجهي سي المهداوي كنحييك شكرا لك. هاد الشكر لك. اذا صوت حر ولا صوت مزعج ولا ما نقدرش نقول لك او لا كاين شي واحد اللي كيقول لك كتقول شي حاجه اللي حنا كنبغيو كنفكروا فيها كنبغيو نقولوها ولكن ما كنقدوش انت كتقولها. اكثريه الناس كيشكروني تيقول لي راه خويا كنكون غادي نطردك وانت كتنفس عليا. تيقول لي بحال كيكون بنادم عامر انا باغي نقول شي حوايج. اذا واش انت صحفي ولا منفس؟ وباش نكونوا عاوتاني صحفي حر 100% صعيب. باش نجيك واش الدور ديال الصحفي ينفس على الناس او لا يقول مثلا حقائق ويناقش موضوعات وينبه مثلا؟ واش الدور ديالك يعني بسيكولوجي يعني طبيب نفساني تنفس على الناس هكا مغبونه ويسمعوا المهداوي الحمد لله ونمشي الناس دابا غادي يجيني الناس؟ هو الصحفي السي محمد ادواره متعدده وصعيب انك تحصرها في واحد الزاويه معينه. نعطيك مثال. صحفي كما كنعرفوا الوظائف التقليديه اللي كنعرفوا انا وانت خاصو ينور خاصو يرفه وخاصو ينقل الاخبار. ولكن الصحفي حتى كينفس. لان شنو هو ما معنى التنفيس؟ بنادم راه كتجاوب له على واحد الحاله نفسيه ملي تيكون عيط طردك يعني كتناقش نفسي من الاجتماعي في الاستقرار النفسي. راه بنادم يقدر يمرض يقدر يدير شي سلوك عدواني يقدر انت كتزرع فيه الامل انت كتخليه على الاقل يستمر في حياته. حتى هذاك جزء من نشاط الصحفي. الصحفي خصو يساهم في استقرار البلاد. ما كتشوفش بلي ما كتعطي راسك واحد الدور اكبر من كصحفي يعني مثلا
لا السلطه رابعه هنا، يعني الصحفي راه عنده دور، ما خصناش نقزموا الدور الصحفي. طيب. ولكن انا صحفي ملي كيوقف البوليسي في الطريق تيقول لي مخالفات كنخلصها، الدوله كتقول لي خلص ضرائب كنخلص ضرائب. فهمتي الفكره؟ يعني كنضابط القواعد، ولكن كتنفذ كما كتقول، ولكن بعض المرات ايضا تزعج مسؤولين. مثلا كتكلم على النقائص في العمل ديال المسؤولين، ومره كتشوف كتصاور وكتجبدهم الى اخره. يعني عادي يعني منفس ومزعج، ولا منفس ومنتقد، ولا منفس ومنبه. وشوف كنحاول ننفسوا، كنحاولوا ننبهوا، كنحاولوا نزعجوا باش نجيك من الاخر، راه ما كنديروا حتى وحده فوالا حنا راه كنحاولوا. ما هو في هذه البلاد السعيده لا خرج العاقبه فيها على خير. كنحاولوا كنطلبوا التيسير كل نهار. حنا الوضع ديالنا هاش. انا صحفي مثلا بهذا المسبق اللي قلت في مناسبات بزاف، قال تشارشل اللي هو البطل القومي ديال بريطانيا، قال له انت سرقتي ولا خوشنتي في الدعم ديال مشروع مارشال، وتتصور برمزيته تشارشل في المخيال الجمعيه البريطانيه. شكون يزعم على تشارشل؟ قال له انت، وتلاقاه في العيد الوطني وقال لهم قال له غداك صاحبك راه قلقتيني. قال له هذه مور الانتصار في الحرب العالميه الثانيه. المشروع ديال مارشال. قال له كنشكرك، قال له عبر هذيك الملاحظات ديالك قدرت نصلح العيوب اللي عندي في الحكومه. انت ما كانش اللي قال له هذاك الصحفي تعكر على الشعب البريطاني فوزوا بالحرب العالميه، وتخدموا اجندات خارجيه والاجندات الداخليه. احنا عندنا وضع صراحه اللي كيقول لك ايضا عاود حمد المهداوي شويه عنده واحد حقد على المسؤولين وعلى الدوله، وخاصه على القضاء، يعني بالرجوع يعني الحكم ديالك ديال 3 سنين ولا المده اللي قضيتها في السجن. يعني بعض المرات كنحسوا يعني كتكون تناقش شي برنامج شي موضوع يعني بعيد، خطره واحده كتجبد الحياه ديالك الشخصيه والتجربه ديالك السجنيه. يعني كيقول لك هذا حميد المهداوي دابا ساكي عاودنا، انا كنت في الحبس جابوا لي هذه دخل الطوبه خرجت منها، جابوا لي الدبابه. يعني واش ما غاديش تتجاوز هذه المرحله حميد تفوت لحاجه اخرى سي مهداوي؟ واخا هذا سؤال زوين، ولكن خص فيه شويه نجاوب. تخليني انا نخليك. لا زوين هذا السؤال، برافو ليك، هذا سؤال رائع. شوف دابا انا قلت لك انا يا ما غضبانش، ما صافي تصالحت، ندير معك هذا البوليميك، كاين نكذب عليك، راه انا بشر وانت بشر، راه احيانا كنجرحوا. راه المشكل هي اننا ننتقموا، لا بعد ما نعبروا على الجروح ديالنا وشنو كيضرنا، ما فيهاش عيب، غير في اطار الثوابت وفي اطار ما كنخرجش لهذا الشيء. انا كبشر 3 سنين 36 شهر ديال الحبس بدون واش كيحسب لك؟ حيت قال لك واحد المقوله، قال لك لا تتحدث عن الصبر اذا لم تكن المصيبه مصيبتك. حيت انت دابا بلا مساهله يا دار، واش انت الجروح اللي عندك، انا اللي قلت غير 5% من داكشي، كاين جروح، كاين ظلم اصاحبي. مازال ما تجاوزتش على الجروح هذا الاحساس بالظلم؟ تجاوزت، نعطيك الواقع ديالها. انا ما خرجتش لبرا، انا كنستقبل الضيوف من كل الجوانب، ما كنهجمش على المؤسسات ديال الدوله. واش كنهجم على المؤسسات ديال الدوله؟ واش كنتخابر مع شي جهه؟ واش كيعيطوا لي؟ انت كتعتبر ما كتهجمش على مؤسسات الدوله، كاين اللي كيعتبر انما كتحكر بزاف على مؤسسات الدوله الى درجه انك بعض المرات تشكك في المصداقيه ديالها. مثلا انا غير واخا انت ماشي الحكم ديالي كنحاول انت تيجي ما كتحكر ما كدير ما كلاسيك سيدي انت مع اليمين المتطرف في هذه البلاد صافي والعياذ بالله. واش داروا لك على ما قال؟ وبحال اللي عمرك كنتي ايماجيني وماشي ديالي وماشي ديالك. واش داروا لك؟ وبحال اللي ما عمرك تيجيني كان، وما عمرك تيجيني قدم لهاد البلاد شي حاجه. في لحظه بغاو يعدمك، كلشي بغى يعدمك. تصور معايا، يفهمني دابا كنهضر لك بواحد اللغه، البشر واعر في هذه البلاد، المصالح على قصدها راه عندهم اذرع اعلاميه صحفيه فيسبوكيه، راه ما يخليوكش الاستاذ، واخا تقول عاش الملك والوطن وظريف والجروح، راه لا يقبلون النقد. هذاك الشيء اللي قلت لك قبيله، قلت لك كنخرج بزاف الناس كيسلموا عليا يقولوا تبارك الله عليك، راه غدا دير شي حاجه واخا غير صافي نصربها. لا ما عاد لا غدرتيهم المغاربه. شوف المغاربه الا بقيتي معاهم مزيان والله ما تخاف. كتفكرني بعد الا بن كيران، انت هذاك كنخطر كيهضر جوج المغاربه راه كيصبروا المغاربه. لا سي ما بن كيران. طيب خلي صافي غادي نوليو البرنامج. علاش انا بغيت ندير هذه المقدمه باش نبين بانه يعني غير باش نديروها حنا ندوزو مباشره القرار ديال البرلمان الاوروبي المثير للجدل، واللي استنكرته يعني مجموعه ديال القوى الحيه بالمغرب، واللي تكلم هذاك القرار البرلمان ديال الاوروبي اللي انتقد يعني الوضعيه ديال حقوق الانسان وديال الصحافه المغربيه. انا باغي نقول زعما اللي بغى يجاوب البرلمان الاوروبي يبين لهم حميد المهداوي. يعني انت كتهضر في كل شيء، يعني غير الحاجه اللي مازال ما شفتهاش ما نتكلمش فيها. يعني الا بغينا نموذج ديال حريه الصحافه وحريه التعبير في المغرب نديروا مع حميد المهداوي، كاينه ولا لا؟ لا انا نقول لك واحد الحاجه، كلشي تكلمت فيه، كلشي انتقدته، كلشي، والهامش ديال زعما ديال التدخلات ديالك انا كنقول جريئه جدا حميد المهداوي. اذا انا بالنسبه لي انت نموذج ديال حريه الصحافه والتعبير في المغرب. لا ولكن الى متى؟ هذا سؤال مهم. انت دابا حر، ولكن التالي راه في صراع مؤقت. كيفاش انت في صراع مؤقت؟ فهمني. عندنا هذا المشكل، احنا عاوتاني ماشي كنتازعوا هذا الحق وكنتقاتلوا عليه، وما عندناش ضمانات قويه ديال انني نستمر في هذا الشيء، رغم انني يوميا كنطلب من الله تخرج العاقبه على خير. انا بغيت نقول لك واحد الحاجه السي محمد، من المستفيد انت دابا؟ شوف كيفاش وظفتيها انت، شو على معلومه دوزتي خطيره. ها هو حميد المهداوي، ها هي حريه التعبير. في اخر المطاف الدوله خصها واحد الصوت، راه الاجماع ما كاينش على سيدي ربي، الله عنده الشيطان وعنده الملاعده بجلال قدره عز وجل. فبالاحرى بشر يدبروا شؤوننا، واش متسع صوتنا لواحد ولا جوج؟ حنا راه وصلنا لواحد الوضع ماشي زوين، واكبر عنوان كما قلت في حلقات المهاجري اللي ديال ماشي ديال بعض
ما بقاش بنادم كيبغي يسمع صوت اخر، راه لم يحدث في تاريخ المغرب، راه خصنا نقولوها الاستاذ، راه ما بقيناش كنحملوا الصوت الاخر. دابا حنا علاش غنسمعوا علاش ما نسمعوا اصواتنا الداخليه والمعتدله؟ دابا انا ملي طيب باش نذكروا الاخوان المشاهدين وشنو قال المهاجري هذا يعني برلماني ديال الحزب ديال الاغلبيه، حزب الاغلبيه ينتقد الحكومه داخل البرلمان، ينتقد الحكومه داخل البرلمان، يعني هذا الدور يعني ماشي نقول البسيط، يعني الدور العادي ديال البرلماني. وامينه العام في تصريح مصور قال لهم ايها البرلمانيون انتقدوا الحكومه وهذا واجبكم. امينه العام اللي هو عبد اللطيف وهبي وهذا اسماعيلون باش ننتقدوا شنو قالوا؟ نزل شكون اللي قالها لك؟ قالوا طلعت تاكل الكرموس، قالوا شكون اللي قالها لك؟ واعدم ملي تلقى بحال هذه الممارسات الاستاذ العزيز وانت جاء من البلاد ديال الديمقراطيه، عافاك لما قول لي وهل هذا وضع يعني مريح؟ ماشي يفقد المصداقيه ديال البرلمان؟ وضع مؤلم وكيعطي فرصه للتطرف وكيتغذى التطرف وكيعطي فرصه للخصوم فين الهوبينه، والمؤلم عندنا مسارات. دابا انا في اخر المطاف غنسولك، واش عمرك قصتيني؟ ما عنديش، ماشي كنقول لك بمنتهى المسؤوليه، انا كنحترم الجيش، انا كنثق في الجيش المغربي بزاف، واش عمرك شفتيني هضرت على الجيش؟ انا دابا علاش كتجبد الجيش؟ لا جاي هذه بعض المرات هذه مبين كنفتخر به، انا عز عليا الجيش المغربي. علاش كتدخلوا مره في البرامج ديالك؟ لا كاين صحه، لا كاين صحه، يعني واش كاين شي حاجات انك كتخلي لا ولا كتبغي يعني تخلق البوز؟ لا عندك توتر على الحدود، عندك مشاكل مع الدوله خصم، وهذا الجو كنا حنا عندنا في هذه المنطقه هذا نبقى نقولوا الجيش وكذا، لا حيت كنعرفوا كنقول لك ملي كتكون شي اشياء جميله نسوقوا لها باريحيه، ما كاينش مشكل. كنجبدوا الجيش، ما كنجبد بلاتي الله يجازيك بخير، ما كنجبدوش وكلاء ملك وكلاء عام كنشيدوا بهم في الحلقات ديالي كتلقاهم، لا بلاتي الله يرضي عليك، ما كنشيدوش بالمؤسسه الامنيه. شحال مره كنقول تحفظنا الامن، علاش الناس كينساو؟ لا ولكن هذه التقنيه ديال حميد المهداوي، حميد المهداوي كيبدي كينتقد كل شيء وفي التالي كيكمل يقول لك ولا الاخوان الله يخليكم، عاود ما ننساوش بان ما كاين بعض الوكلاء العام وكاين بعض الوكلاء بعض الامنيين يعني كتبدا تصرفق وتضرب وكذا، وفي التالي كتقول درتي معايا نفس العمليه درتي معايا، بديتي معايا واش انت حاقد ما حاقد، دوزتيها باش تبرر الوجود ديالي معاك ودرتي خاويه عامره، انا فهمتك ما كاين مشكل. لا تنتصفتي رسائل اصحاب الحال، انا كنفهم ما كاين مشكل، كل واحد كيدير خدمته غير سير. انا كنطرح السؤال، انا ما نعترض عليك سير. دابا انا كنطرح السؤال الدكه كدير حقيد ما حاقد وكتخليه معليش حيت العارف الجمهور دوز الدكه بعد ما دوزت الدبابه، ما كاين مشكل. سير حيت العارف المغاربه مزيين ما كاين مشكل. طيب نولي ولا لا نهضروا يعني نوليو ناخذ هذه الحلقه تكون صغيره. سير اخذ راحتك يا سي. طيب نرجعوا للقرار ديال البرلمان الاوروبي خلق الجدل في المغرب. رد عليه المجلس الوطني للصحافه، يعني بخلاصه يعني البرلمان الاوروبي دار واحد القرار اللي صوتوا عليه بالاغلبيه المطلقه ديال الناس اللي كانوا حاضرين في هذيك الجلسه الاثنين الماضي، واذن في يعني خروقات ديال ولا اذن في يعني القضاء المغربي اللي يعتبر قضاء غير عادل وكيدير محاكمات غير عادله، اذن في يعني انتهاك ديال حقوق الانسان في المغرب، ما كانش حريه الصحافه الى اعتقال الصحفيين، المهم بزاف ديال المؤاخذات اللي مجموعه ديال المؤسسات هنا في المغرب ما تقبلوهاش، ردوا عليها المجلس الوطني للصحافه، نادي القضاة، مجلس اعلى السلطه القضائيه، واليوم يعني البرلمان بغرفتيه الاخرى. الا سمحت لي غادي غير نذكر واحد جوج ثلاثه ديال المواقف اللي كاين بيان صدر عن مجلسي البرلمان طويل بزاف ما يمكنش نذكروا كل شيء. يمكن الا بغيت نلخص كنقول بان البرلمان يندد البرلمان المملكه المغربيه بمجلسيه بالحمله المغرضه التي تتعرض لها بلادنا، دونك تعتبر هذيك حمله مغرضه. كيتاسف البرلمان المغربي لانصياع البرلمان الاوروبي لبعض الجهات المعاديه داخله واستدراجه في حملتهم المضلله التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقيه. يدين البرلمان المغربي بشده المحاولات العدائيه للمساس بمصالحه المغربي وصورته. يعرف البرلمان المغربي بكل مكوناته واطيافه السياسيه عن خيبه امله ازاء الموقف السلبي الى اخره. اللي مهم بزاف هو يعني تاسيسا على ما سبق البرلمان المغربي بمجلسه ابتداء من اليوم، وهذا هو اللي مهم بزاف، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، وتبليغ رئاسه البرلمان الاوروبي من محضر هذه الجلسه الى اخره. دونك وتبليغ رئاسه البرلمان الاوروبي ايضا بالقرارات التي ستتخذ لاحقا. دونك المغرب ولا البرلمان المغربي قرر اعاده تقييم شامل القرارات واتخاذ القرارات المناسبه والحازمه. التعليق ديالك اول ما يمكنش نقرا كل شيء البيان، اسمح لي اعتذر السي حميد المهداوي، ولكن الناس يقدروا يلقاوه على النت. وشوف البرلمان المغربي من حقه، وكان اجماع يعني ديال جميع الفرق البرلمانيه في ادانه القرار ديال البرلمان الاوروبي. البرلمان عاوتاني كلهم كاين البرلمانيين اخرين اللي هضروا على الرده الحقوقيه وسط المغرب، وكاين بالاخص البرلمان ديال اليسار، فهذا خصنا كذلك هذا الموقف نقولوه، ماشي البرلمانيين كاملين، برلمان اليسار كان عنده موقف يعني اكثر تقدميه في الجريمه. اسمح لي يا سي محمد نناقشوا دابا بشكل، نسولك سؤال ونصفي انا وياك نيتنا الله عز وجل بعيدا عن هذا البلاغ. المغاربه راضين على البرلمان المغربي؟ سؤال انا وياك، قول لي نخرج انا وياك دابا قول الوجه كيف ترى البرلمان المغربي؟ هذه تسمع يعني ما لم يقوله مالك في الخمر، هذه حقيقه. انا وياك بهذه الحلقه ولا من غيرها نقدروا نغطيو هذه الحقيقه، كاين استياء تجاه البرلمان، ما كيديرش شغله،
ما كيديرش خدمته. هذا البرلمان انا ما غاديش نجاوبك، نخليك لا تكمل. ما تجاوبنيش. هذا البرلمان المغربي يدير هذا الموقف هذا من حقه، حتى واحد ما يقدر يصادر له هذا الحق. هذا الموقف هذا وكذا من حقه، علاش حنا كنامنوا بالاختلاف. ولكن انا صحفي، انا ماشي ملحق. راه البوليسي بوليسي، الجندي في الحدود جندي، دراكي دراكي، والتاجر تاجر، واللي كيحصل الضرائب كيحصل الضرائب. راه مشكلتنا في المغرب هو اننا الصحفي انا وياك والبوليس والجندارم والمعلم والاستاذ خصنا خطاب واحد، ومن قال شي خطاب من هذا فراه ماشي مغربي وماشي وطني. لا الاستاذ، حتى واحد ما يقدر يشكك في وطنيه شي واحد، وحتى واحد ما يقدرش يقول علاش من عارف انت كتشكك دابا في المصداقيه ديال البرلمان المغربي؟ المغربي؟ كنجي افقر. طيب شي افقر شنو كان وزير الداخليه، كان من اقرب المقربين للحسن الثاني ويعدم المعارضين وباسم، وفي الاخر طلع خائن وكان يقتل الملك. واش من علاقه مع البرلمان المغربي؟ لا ما كنقارنش افقر، افهمني غير هذا الخطاب ماشي محدد. هذا البرلمان المغربي هو اللي وصلنا لهذه الحاله هذه. هذه الحاله اللي كنعيشوا اليوم ما كناش نخليو البرلمان الاوروبي يحل علينا فمه. وكان هذا البرلمان هذا كيدير التشريع ديالو مزيان، وكان هذا البرلمان هذا كيحمي حقوق الانسان، وكان هذا البرلمان هذا كيمثل المغرب وكيراقب السياسه العموميه كما يجب. قسما بالله العلي العظيم ما كنا نسمعوا هذا طيب البرلمان. الا سمحت هذا البرلمان هذا شحال فيه دابا؟ انت كتجي من بلاد المهجر، نسولك السي محمد كون معايا. بلجيكا ياك، بلجيكا في البرلمان تيكون شي واحد مدان امام القضاء برلماني بالعدد هذا اللي عندنا في المغرب. شحال واحد مدان رئيس مجلس النواب بديك الوضعيه. راه حنا دابا ماشي نشوفوا غير يهجموا. واش غادي نخليك تكمل، ولكن هنالك من يتساءل الان في هذه اللحظه وانت كتكلم السي المهداوي كيقول لك يمكن السي المهداوي انت على صواب، او لا على الاقل من حقك تعبر بهذه الطريقه ديال التفكير ديالك، ولكن كيقول لك ماشي هذه الوقيته، هذه وقيته ديال اجماع وطني. عطيني الوقيته غير خليني نكمل. كيقول لك هذه وقيته ديال اجماع وطني، المغرب كيعرف هجمه من طرف كذا، خصنا حنايا نتحدوا نبينوا بيننا حنا بصوت واحد، ومن بعد راه جايه الوقيته نتحاسبوا ما بيننا. وهذا الشيء كنسمعوا ماشي غير في السياسه حتى في اشياء اخرى. نسولك واحد السؤال، نعطيك واحد الصوره يا ربي نكون فيها موفق. باش كتجاوبي على هذا؟ لا نجاوبك عليها، بغيت نعطيك جوج امثله باش، ولكن كنتمنى نكون موفق. حيت الصوره دابا عاد سيدي ربي الحساب الجنه والنار. واش كاين شي لحظات عاد سيدي ربي فوكاش لحظات اجماع لحظات كذا؟ انت ما خصكش دير العيب ما تخالفش تعاليم الله طيله مده حياتك. ما كاينش زمن معين في هذا الزمن دير هذا في القانون باش تكون وطني مواطن صالح. واش كاين شي زمن؟ عطيني شي سند قانوني. هذه الهضره اللي كتقول ها اللحظه اللي نكونوا وطنيين، ها اللحظه اللي نديروا النقد، ها اللحظه هذه عا كلام صاحبي تقول بنا فيه. اسمح لي نسمع المصطلح بالدارجه، ما خصكش تروجوا السي محمد. لا انا كنقول لا الناس اخطر ما كاين هو هذا ضحكوا علينا. هذه لحظه وحنا ملي وعينا في المغرب وحنا كنسمعوا ديال اللحظه ماشي ديال الهضره، هذه مش الهضره. اذا فوقاش اللحظه والله لا سمعت هذه اللحظه والله لا عمرها جات. وهذا هو اللي وسيدي حنا المغرب دوله قويه عندنا انا كنقول لك منتهى القوه. عاوتاني نقول لك كندير خاويه عمرها في النقاش. مؤسسه ملكيه عندنا قويه، انا كنعترف بها، انا كنعترف بمؤسسه. عندنا امن مزيان، عندنا راه الناس اخويا بغاوش يستثمروا في المكتسبات. انا باغي نستثمر فيها، انا تايق راه ماشي حيت انا عارف بلاد زوينه. الاستاذ ملي خلقتي قول لي فوق سمعتي لا ما تهضرش في هذا الموضوع دابا، لا الوضع خايب، لا بلاد شويه الجزائر عندنا، لا شويه ديال يسار السبعيني، لا كاين العدو احسان، لا وبقينا غادي بينا وهذا المغرب بقى في بلاصتو. لا الاستاذ اذا انت كتعتبر الصحفي ما عندوش وقت معين، الصحفي خصو يقوم بالمهمه ديالو متى يراها مناسبه. كنت غادي انا واحد السيده في هاد اليومين ما جبدلكش شكون هي، بسيطه، وقالت واحد الكلمه واعره هي خصها تفهم. قالت لي انا قلت فكره وهي تقولها هي بعفويه خرجها. قالت لي لا الفراش، قالت لي لا الفراش الا بعد انفجار. غير انفجار ماشي مفهوم العنفي، لا وهذاك الانفجار شنو معنى انفجار؟ شتي في تاريخ البشريه عمره ما كيحدث السي محمد شي انفجار الا ما كانش انفجار. شنو كنقصدوا بالانفجار؟ دابا في 2000 هذه جمال الدين الافغاني قال لك ان الازمه تلد الهمه ولا يتسع الامر الا اذا ضاق. برافو لك. دابا هذا الشيء اللي وقع في البرلمان الاوروبي تقدر تقولها بهذه الطريقه، انت كتقول الانفجار. لا قلت واحد السيده قالتها ببساطه، انا قلت لك ولكن عجبتني بقيت كنتامل. وراه شوف رانا لطفتها قلت لك ما تقصدش انفجار ذاك العنف، حنا مسالمين. غير قلت لك العباره انا وقفتني درت فيها هذيك بقيت كنشوف فيها لا انفراج بدون انفجار. كتشوف هذه فيها خير. حنا بقينا حابسين لاحظ وقع شي انفراج بقينا غادي راه خص الصدمه. دابا وسط العقل الرسمي دابا خلي دابا هاد ردود الافعال الرسميه الظاهره ديال البرلمان هاد القضاه داخل الدوله. واش كتعتقد ما كاينش حكماء ما كيجلسوش الارض؟ خلي دابا ردود افعال، راه كاين الشعب، راه الشعب كيتسنى عاوتاني الدوله. حتى ردود الافعال اللي كدير دابا خصها ترضي الشعب المغربي باش يبان السياده وكذا. حنا كنفهموا هذا الشيء. وانت ما عارفش دابا الدوله المغربيه واش انت عندك معطيات كيفاش كيتعاملوا مع الغرب دابا في الكواليس؟ لا ولا يقدروا يديروا هاد البلاغات هذه وما راهم كيجتمعوا في العشيه وتيقول لهم لا ما كانش اللي قالوا الله اعلم حنا ما عارفين. انت بغيت تقول اذا رب ضاره نافعه. دستور 2011 باش جا من بعد ربيع 20 فبراير المحطات الكبرى في تاريخ الانقلابات ديال 70 و72. شنو جا من وراها؟ شنو جا من وراها 71 72؟ جا لا بدا المسلسل ديال الاجماع المسلسل الديمقراطي، وجا داك ديال سميتو ديال اعتقد قانون 76. كاع التغييرات الكبرى فوقاش كتجي من بعد الهزات في تاريخ البشريه. حتى هذا الشيء هذا من حقنا نتصدى وندافع على سيادتنا. انا معاه ما كاين مشكله نناقشوا وكذا، ولكن اجي نقول لك السي محمد عطينا نناقشوا شويه باش الجمهور باش حيت راه كاين تغليط في هذا الموضوع. تفضل. واش ما كناخذوش فلوس من صندوق النقد الدولي ومن هذا الاتحاد الاوروبي؟ 1.86 مليار درهم تمويل ديال 4 برامج تنمويه عطاها اوروبيا، عطاونا في 2013. في 2022 عطاونا 500 مليون اورو ديال الهجره السريه، عطاونا 1.6 مليار اورو عاوتاني دعم مشاريع في 2022. هالفلوس هذا البرلمان الاوروبي دابا طريقه باش كناقشوا كانه عدو، ولكن راه كناخذوا من عنده الفلوس، وبالتالي هو الشريك ديالنا كنعترفوا بها. علاش عطانا حنا صفه ديال الوضع متقدم احسن حتى من تركيا بقوتها وكذا؟ عطانا وضع ديال صفه ديال الوضع متقدم، وديك الساعه ما كانش خايب. علاش عطانا هذه الصفه الرائعه وفي ابانها هللنا بها في اعلامنا المغربي وفرحنا بها؟ وشكون اللي عطاها لنا؟ هاد الاوروبيين اللي اليوم كنعيعوا عليهم.
اذا انا وياك السي محمد، انا باغي حقوق الانسان تكون في المغرب، راه في صالحي دابا نمشي مع البرلمان الاوروبي ماشي ضد بلادي. انا كل ما كانت حقوق الانسان في المغرب غنوليو قويين. دابا انا وانت مشينا ورا دوك البرلمانيين لا المغرب زوين وكذا والكلام شو ما نطوروش، وراه انا عارف المغرب زين وغنقول لا سيدي زيد باش نكتسب نزيد. سؤال نقدر نوصل لك الفكره وصلت. سؤال، هاد البلاغات اللي خرجوا مثلا المجلس الوطني للصحافه، المجلس على السلطه القضائيه، نادي قضاة المغرب الان برنامج، واش عندهم شي صدى داخل الاتحاد الاوروبي، داخل المؤسسات الاوروبيه كيوصلوا كيناقشوهم كيسمعوا لهم؟ سؤال مثلا ما عندهم حتى شي صدى. سبحان كل احترام للجهات المصدره لهذا النوع من النقاش. انا شوف اذا علاش كيصدر البلاغات؟ من اجل الداخل. شوف هادشي كله موجه للداخل، نقولها لك من هنا للداخل. الهدف اكثر عنده تاثير داخلي. اما برا راه شوف الاستاذ، راه واش دابا انت غتقول لي دابا انت ما كنبغيش نعطي بك مثال وانت بلاغ بالله عليك تقول لي دايروك في السماء ما شخصنش معك اعطيني. انا قريت بلاغ، انت دابا زميل ياك كتقول لي دابا هذا البرلمان الاوروبي ظلمنا وهذا حنا البلاد زينه، وقول لي يا خويا واش انت واحد الانسان من حق واحد المجلس يحيلك وفي السماء قال لك انت موقع تشهير وانت ودانك باقي كاع ما سمع لك، هضرت عليك انت. اجي نشوفوا المال العام، اجي نشوفوا البرلمانيين، انت كتقول لي وزير من تحتها بهدوء الاستاذ، بهدوء ومن تحتها. بالله عليك السي محمد واش هذا الشيء سهل؟ احنا سيدي واش احنا ما بغيناش البراني؟ انا ضد البراني يدخل فينا، ولكن اجوا نتسنصت نقادوا امورنا. ممكن تقال طيب التقييم ديال حميد المهداوي لوضعيه حقوق الانسان بالمغرب، يلا نمشيو نيشان دابا، كيفاش كتشوفها؟ كاينه رده خطيره. كيفاش رده؟ يعني كنا غاديين مزيان وقعت كنا غاديين مزيان ولا رحنا غاديين شويه بشويه وما غاديينش يمكن بهذيك الوتيره اللي تمناها انت ولا بعض الحقوقيين؟ لا شوف كنا غاديين مزيان. شوف انا ملي نلقى مراه مغربيه تحكمت ب3 سنين ديال الحبس خصني ندير ستوب. شوف الا لقيت مراه مغربيه ومشيت كنبحث لها في سك الاتهام لانها كاتبه تدوينه، مهما كانت ديك التدوينه حنا ما كنقبلوا حتى شي واحد يقيس مسؤولين البلاد ديالنا والمواطنين مهما كان. ولكن المراه بحكم درنا هيئه الانصاف والمصالحه، بحكم درنا المناصفه المراه المغربيه عاد ترأست لنا الباترونه وترأست لنا المكتب ديال صندوق المقاصه، واصبحنا كيغيروا من الناس في العفه البحر الابيض المتوسط وفي شمال افريقيا وفي الاخر ولينا كنشدوا المراه على التدوينه. الاستاذ العزيز ما عرفتش انا كتكلم بالضبط، ما بغيتش ما تسماش سعيده العالمي تدوينه كاتبها تدوينه الاستاذ. ايوا شوف نديروا كاع زعجه موقف التنفيذ، ندير لها كاع غرامه. انا ضد الحبس. الا بغى شي واحد الشهيد مفتوح على الحبس تعطيها شهر مفتوحه الشهيد. طيب كيفاش كتفسر هذه العقوبات اللي يعني القاسيه؟ هذا خطيره الاستاذ. ولكن يمكن قاضي بانت له هذاك النهار، يعني هذاك الاجتهاد ديالو الخاص، وحنا صحابيين حنا المغرب كدوله غادي تدفع الثمن ديال واحد الاجتهاد يمكن خاطئ ديال هذاك القاضي. راه كانسان. لا عندنا تدوينه اخرى ب3 سنين وكاين تدوينه اخرى وكاين 15 عام وكاين 20 عام. يبقاو 4 ديال القضاة 5 ديال القضاة بزاف. حنا علي كنشوف انا وياك صحفي تحكم دابا بمليون. يلاه صحفي قال له القاضي، صحفي قال له في وجده، انا هضرت عليه الصحفي قال له اعطيني المصدر ديالك، قال له كنحمي المصدر، قال له غتغرم مليون. والصحفي تيحمي فوقاش الصحفي كيدلي بالمصادر ديالو؟ ملي كتعلق الامور بالجيش، ملي كتعلق الامور بالامور الحساسه ديال الدوله وبحكم قضائي. طيب وشنو خصنا ندير؟ يلا انا نسمع لك. كاين انت كتقول كاين رده حقوقيه، كاين احكام قاسيه، يعني فعلا باش توصل 3 سنين راه كتفوت كما قلت، يعني بموقف التنفيذ، يعني بزاف ديال الاحكام اللي خفيفه باش يمكن باش الواحد الشخص ياخذ العبره. راه ماشي ضروري نحكموا عليه ب3 سنين، يعني نجربوا واش هادشي كاين حاله العود او لا ماشي حاله العود، عاد باش نصرف احكام قاسيه. مؤسساتيا وشنو خصنا نديروا باش نصلحوا الوضع؟ ماشي نبقاو ننتقدوا رده وكذا ونعطوا فرصه كما كيقول البرلمان الخصوم والاعداء، ما سماهمش ولكن كاين خصوم واعداء ديال الوطن. ما كاينش شكون هاد الخصوم؟ البرلمان كيتكلم عليهم جهات معاديه. جهات هي الجزائر. واش الجزائر كيقصد بها الجزائر؟ يمكن جهات اوروبيه، يمكن جهات اوروبيه. الجزائر ما عرفتش علاش الجزائر غير البارح حلوا بحكم قضائي جمعيه حقوقيه. حنا في المغرب ما حليناش جمعيه حقوقيه. بمعنى شنو علاش الناس كيدخلوا في الجزائر واضحه اسوء صحفيين معتقلين عندهم. كيتكلم على الجزائر، حنا رئيس ديال الجزائر، رئيس الجزائر والبارح واحد الناس كيروجوا واحد هما البوليزاريو كيروجوا الجزائر، والناس مضلين حيت ما كيتصنتوش بهدوء ان والتبون كيتابع. هذا الخطاب لا يستسيغ وكيقول حنا في واحد الوقيته ديال الالتحام وطني او يعني الدفاع عن صوره المغرب. ما سمعتينيش في هذه؟ لا الجزائر لا ما سمعتينيش. خصك تسمع، هذا هو مشكلتنا. تفضل. وكي غدير تسمعني الدوله وانت صاحبي ما سمعتينيش؟ يلا انا هو اللي فيا المشكل، انا هو بهدوء ومن تحتها. اسمعني شوف بهدوء. دابا تبون انا بغيت على الخصوم. دابا تبون ديال البارح كيروجوا واحد الفيديو اش كيقول فيه؟ تيقول فيه على ان ولده متابع. الناس البوليزاريو روجوا على اساس راه واحد الفتح عظيم، وهو في خطاب تبون كيفرع حقوق الانسان. كلمه قال خطيره. شنو قال تبون؟ قال العصابه شاده لي ولدي. اذا انت رئيس الدوله، انت رئيس الدوله وولدك متابع امام القضاء. شنو قال؟ قال والعصابه. اذا كاين شي تاثير كيكثر يكون كثر من رئيس الدوله على القضاء. بمعنى علاش فتحت لك هذا القوس؟ سد عليا هذه الخصوم. هادشي ناقش دابا خلينا في المغرب مع المغاربه. علاش فوقاش ما توقع شي حاجه للجزائر؟ نبقاو بيناتنا. شوف مؤسساتيا كيفاش خصنا نديروا باش نصلحوا الوضع ديال حقوق الانسان اللي نستافدوا به حنا الولا كمغاربه؟ ونجاوبك عايش كلام خلينا نجاوبك فيه. يلا تفضل.
والله ما نجاوبك حتى نقول لك واحد النقطه خطيره اكثر ما نجاوبك. شنو هي؟ دابا شنو قلتي لي انت؟ قلت لي خلي الجزائر تصور راسك كتسوق شكون حطنا في هذا الوضع. دابا لا قريتي البلاغات كامل حتى اللي كيبغي ينتقد تيقول الابتزاز والبرلمان حتى كيتكي على البرلمان كيقدم البيعه في النقاش. البرلمان الاوروبي عاد يقول انفراج. انا دابا خصني نقول لك الجزائر عاد هذا الوضع النفسي في النقاش. واش حنا احرار في النقاش؟ بقى معين. دابا انا جالس كندير معاك وانت هكا حيت ما كنعيشوش جو الحريه ما نقدرش نهضر بخاطري. ياك انت كنبان لك انا دابا مارس ماشي انا كنشوف الفيديوهات ديالك السي حميد المداوي اسمح لي كتكلم واحد الحريه كبيره في حدود بالقانون كنعرفش كنقول ولكن لا القانون كتلعب بالخطوط الحمراء لا بالقانون لا الخطوط الحمراء كتمشي ولكن على حقك هذا لا لا هذه الميزه ديال لا 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 ودابا ما بغيتش نتفق معك عطيني الخطوط الحمراء لا ماشي زعما المهم واش عمري طاولت على المؤسسه الملكيه اذا لا جاوبني في هذه مقارنه الزملاء ديالك انت يا حميد المداوي عندك واحد الهامش ديال حريه التعبير كبيره مزيان راه مزيان هذا الشيء خصو يكون راه ما كنلومكش على نقول لك واحد القضيه غتسمح لي بزاف ما جاوبتنيش مؤسسات اللي كندير انا نجاوبك شوف هذا هو السؤال لا حتى هذا مهم علاش كلشي خويا مهم شي في هذه البلاد السعيده انا اش كنقول لبعض الاخوان راه كاين بنادم ما كيعرفش يستثمر في حريه التعبير في المغرب اتونسيون دو علينا وجي علينا راه حتى الناس خصك تعرف تهضر راه كاين بنادم اللي كيجيب له حريه التعبير هو التقلقين هو اني نقول المسؤول ونسميه فلان ونجرحه هذاك راه بشر وراه لعب دور كبير وسط الدوله راه حتى هو غيدافع على راسه راه احيانا يساء استعمال حريه التعبير انا بكل تواضع كنظن كنحاول لاحظتي كندير واحد الخطاب حتى المسؤول اللي كتعطيه له واخا كيكون شويه مزعج تيقبلوا اولا كنعترف به راه موجود كنعترف له بخدمته ماشي كنقول ما كاين والو كنبدا نناقش دونك هذا العمليه اللي كندير ماشي هذيك من حقي لان انت دابا تصور انت تيجيني هو المسؤول مدير المؤسسه ملي كنقول لك تيجيني زوين وكيخدموا عنده ولكن في هذه ما علاش انت كتعتبرها خايبه هذه بالعكس لان الخطاب اللي كان عندي قبل الحبس كان واحد كنتصل للمبدا دابا لا المبدا ولكن فيه القانون فيه الواقعيه فيه بالنسبه للمؤسساتيه شكون انا اسمح بالله نعطيك لا انت كاعلامي كصحفي يعني رايي انا وظيفتي هو النقد انا وظيفتي انا ماشي انا ما عنديش امتيازات السلطه العامه انا ما عنديش انا ماشي البرلمان غنعطي المشاريع ديال المقترحات القوانين وماشي حكومه غندير مشاريع قوانين ماشي انا وظيفتي من نشوف هذه عوجه وهذه عوجه كنسمعك اسمع ما رادش على الحكومه ما رادش على البرلمان راك عاد كتهضر تقول واش هذا برلمان كلشي الناس ينتقدوا ماشي مسؤول ما عندوش مصداقيه الى اخره شكون اللي غادي يغير كيفاش شكون اللي غادي يغير انا وانت عاد البرنامج ديالنا عاد كتقول حنا ما عندناش حريه وحنا ولات علينا العاب اللي قدينا نسمعك الى مساله المؤسسات اللي خصها تسمع وتلتقط ما عندهاش مصداقيه في نظرك شكون اللي غادي يغير انا ملي كنجي له لا انت كتنبه انت ما غاديش تغير لا كنبه انا قلت لك كنبه شكون غادي يغير وهما الحكومه وانت الحكومه كتقول ما يعني مش دابا نعطيك غير مثال دابا البرلمان الاوروبي البرلمان واش كتعرف شنو اكبر لعبه كاينه في هذا الموضوع شنو هي اللعبه شنو كيصير راه المسؤوليه هي حكومه البي جي دي وحكومه اخلوش اسمعني نقول لك ماشي تمرق ولا كنخاف كنهضر معاك بمنتهى المسؤوليه دابا الفاعل السياسي تخبع منا وبين هذا التحرك المؤسساتي وبالتالي راه هذا ادانه لمرحله محمد السادس لا خويا هذه مرحله الحكم والله ما كنافقك اخويا بقناعه كنهضر معاك كاين ناس كتلعب على هذه اللعبه دابا باغي تلصق المشكل في المالك لا تبرأ راسها وقسما بايات الرحمن راه كنهضر معاك ولكن هذا الخطاب ديالي ما كينقص هذا الناس والفوق خصك تقول لهم الفوق لا الاستاذ ماشي هكا اخويا انت حكومه اجي نقول لك انت حكومه عندك الصلاحيات دخلت اجهزه وضغطت عليك سير بحالك حط السواد اختار ما بقاوش هاد القوى هاد الفعايل هذه الناس الزبده وفلوس الزبده ولكن اللي كيقول لك حلاوه السلطه وشرف المعارضه كيديرها اخنوش وكيديرها قبل منه انا ماشي كنقول لك حيت البي جي دي عندهم ديك المظلوميه اخنوش حكومته وحكومه بن العثماني هما اللي هاد 10 سنين الاخر دخلونا في هاد المتاهات علاش ما يتحملوش مسؤوليتهم دابا هذا البرلمان الاوروبي اجي نديروا تقييم لهاد الخروقات شكون اللي كيتحملها واختار ويقولوا انا نيشان هاد الناس وانتم البرلمان عندكم العفو العام اجي نقول لك هما بالنسبه لهم الامور يعني كلها على ما يرام وكلها تمام اجي نقول لك البرلمان المغربي كيعتبر بغرفته بينما الوضعيه ديال حقوق الانسان يعني في المغرب مشرفه وحيت عندهم لاباس عليهم كيقوم بالدور ديالو كان سلطه مستقله يعني البرلمان كيقوم بالدور ديالو الامور غاديه مزيان وهذا فقط تحامل من طرف جهات معاديه للمغرب الموقف ديال البرلمان واضح اسمح واش انا شي واحد عزيز علينا في وطنيتنا الله يعطيك الصحه واش حنا ما كنعرفوش شكون هما اوروبا واش كيسوا انسى الاستعمار انا نحيدوا هذه اسمح عارف انا اوروبا وفرنسا نسولك غير سؤال السي محمد عطيني شي مبادره وطنيه ولا انسانيه داروا هاد الناس شوف شكون هما هاد الناس هاد البرلمان بعدا انا راه كنقول المغربي البرلمان المغربي انا ما راه من العيب نناقشوا الجزائر كما قلتي انت وناقش البرلمان الاوروبي واش انا نتصور ما حكى جلدك مثل افريقيا انا هضر معايا انت اللي كتاخذ فلوس المال اش كدير لي خاطر كيبني على اوروبا جيت قادني واوروبا راه عندي معها ذاكره وعندي معها وديان من الدماء وبحار من الدماء وديال الاستعمار افريقيا ما كنعرفش انا فرنسا اش كدير فيها ولكن اسمح لي الاستاذ ما تخزنش لي هذا الخطاب دخل عندي انت اش كدير في التشريع اش كدير في القانون كنشرع اش من التشريع الاستاذ شحال من قانون تنظيمي رجع على الدستور ديال 2011 شنو القوانين التنظيميه اللي باقا دابا ما نزلتش فين القانون ديال الامازيغيه فين حتى التشريع ما كيشرعش الاستاذ حتى المراقب الاستاذ قمع المهاجري على رايي مهزله ما بعدها مهزله الاستاذ هذا اللي في هذا اللي ديك المره وسط الوهبي وسط البرلمان تيقول الجمعيات ما عندهمش الحق يتقدموا شكايات واللي غيتقدم بالشكايه هو الفلوس وزير الداخليه عطيني هذه المهزله وقعت في شي برلمان عالمي من غير البرلمان المغربي انا بتاع قوس بدا هذه زعما قد فيا وزير العدل الوهبي كينتقد الصحافه كيقسمها لصحافه تافهه وصحافه غير تافهه المهم تافهه عطيني البرلمان الاوروبي المغربي اجدر على تصريح وزير ضد الصحافه ولا المجلس الوطني للصحافه عطيني المجلس الوطني للصحافه اش دار
واخا حنا ما باغيينش مؤسسين يدخلوا فينا، واخا وانتم اللي هنا في الداخل. انا ما بغيتش ندخل في هذا البوليميك، ولكن انت جبت يعني ملي كتشوف وزير العدل كيقسم الصحافه المغربيه الى صحافه تافهه كدير الخزعبلات وصحافه غير تافهه، يعني البرلمان الاوروبي شنو خلى له ما يقول؟ بلجيكا يدير هذا وزير وسط بلجيكا يقول بحال هكا بلا ما نرجعوا لبلجيكا دوله ديمقراطيه ما يمكنش. الاستاذ راه عينا من هذا الشيء. اسي محمد عينا خويا عينا من هذا الشيء، بقينا ندوروا في حلقه مفرغه. الان الاول باش نبقاو في بلادنا، باش نقوى بلادنا ومن اجل بلادنا. والاستاذ واش حنا عمرنا خرجنا على التوابيت؟ طيب بالنسبه لك باش نساليو هذا لان كاين بزاف ما يتقالوا، انت الحديث معك شيق بزاف. الله يحفظك السي محمد. كيفاش كتشوف القرار ديال او البيان الصادر عن مجلسي البرلمان؟ لا شوف، واحد القضيه بغيت نقولها لك السي محمد، ولكن على اي واخا عاد دابا يقول لك المهداوي باغي يشد في القرار على عفوا ديال البرلمان الاوروبي. بالنسبه لهذا التعديل البيان ديال البرلمان المغربي اللي كيقول لك اعاده النظر في علاقات تسنى على ما سبق قرار البرلمان المغربي بمجلسيه ابتداء من اليوم اعاده النظر في علاقاته مع البرلمان الاوروبي واخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبه والحازمه. شنو غادي يديروا زعما؟ انا كنسول بغيت نفهم هذه اللغه. دابا هاجي نقول لك القجع قال لك نهار 10 ذو جنبير غادي النهايه وغنعلنوا صحاب التذاكر وما التزمش. الا شفت انا مسؤول تيقول هكا كيفاش غنعرف هذه القرارات غتاخذ؟ سنه فين هما التحقيقات اللي داروا في عدد من الملفات؟ فين هما التحقيقات اللي تعنوا بزاف وما خذ هذا السلوك هذا. دابا انت وزير جيتي لعند المغاربه وقلت لهم هؤلاء البؤساء وان البؤساء ما البؤساء، واحد الخطاب عرفتي جيش المغاربه دازت 10 يناير، حنا اليوم في 23 13 وما التزمش المسؤول بهذا الوعد اللي عطاه. هذه الخرجه كيفاش غتقدر تقنع؟ ولكن على الاقل ما يمكن تحسب لفوزي القجع انه اعطى واحد الاجل، قال لك 10 ذو جنبير المهم على الاقل عطى اجل. هو دابا كتحاسب وكتقول له قلت لي 10 راه كاين كاع القرارات ديال المحاسبه ما عمره كان شي اجل يقول لك انا حاسب سوف نعمل سوف نفعل. انا كنضغط عليه في اطار ايجابي دابا غير باش يلتزم مزيان. انا صحفي راه ماشي نجار ما غيديهاش فيه، نجار كيقابل الخشب كله كيدير خدمته. انا صحفي وظيفتي هنا نبقى نقابل المسؤول خويا قلتي اعطيني وماشي خايبه انا ضد ولا كنبخص له بصفه عامه يعني. وهذه مهمه اللي كتقول واش المسؤولين المغاربه خلينا بالناس المسؤولين اللي عندهم مسؤوليات وطنيه والدوله كتحمل عليهم تبعات تاع الدوله يعني في ظل المسؤوليات اللي كيمارسوها، واش كتشوف انما كيفهموا الخطاب ديالك، كيتفهموا بانه الصحفي من حقه ينتقد، الصحفي من حقه ينبه ولو انه يقول شي حاجه اللي ما كتعجبهمش، او لا كاين هذيك العقليه اي صحفي ينتقد يولي خصم يولي عدو يولي شخص يجب الاطاحه به. وشوف استاذ محمد هذا السؤال باش يستقيم دابا خصنا نتحدثوا عن اي مسؤول وفي اي ظروف جاء هذا المسؤول. واش حنا في واحد البنيه ديمقراطيه كيجيو المسؤولين الى مواقعهم بناء على كفاءتهم وجدارتهم، ولا كيجيو في اطار ريع وفي اطار الترضيات السياسيه وفي اطار باك صاحبه؟ اذا ملي كنحدوا هذه البنيه عاد كنشوفوا المسؤول واحد الانسان مخوشن وسارق وشفار وجا وطلعوه علاش؟ باش يبقى يدوز هذه المشاريع، باش يبقى يقول هكا، باش يبقى يقول اللي بغا. واش هذا توقع منه عقب النقد الصحفي؟ ملي كيكون عندك واحد المسؤول جا في واحد البنيه ديمقراطيه زوينه مزيان ومتشبع بثقافه حقوق الانسان، ما عندوش مشكل يقول اللي بغيتي. هو كرشو خاويه. دابا انا متفق معك السي حامد كنفهمك، ولكن في نفس الوقت غادي نوليو عاود واش الدجاجه ولا البيضاء. هذا الخطاب ديالك السي حامد المهداوي كاين اللي لا يستسيغ يقول لك راه يعني من كتبقى تخون بعض المسؤولين يقول لك جا في واحد الطريقه مشبوهه ولا كيخون كيشفر، وكانك كتعطي واحد السمعه على بعض المسؤولين اللي ما يمكن ماشي صحيحه. شكون قال لك بلا ما جا شي مسؤول شفار ولا يمكن يكون شي مسؤولين اكفاء يكون شي جاي بطرق نزيهه؟ واش انا عمري جمعت المسؤولين كاملين في كفار؟ واخا تقول بعضهم واخا تقول لا سولني راه كيقول لك ما تيسال ولا كتخنز صندوق. لا انت راه كتلقى الشوهه على لا انت تطلب مني يقول الادله. انا عندي واحد ديال الاحرار في مكناس وراه انت شتي هذا الفيديو. انا عطيت 50 مليون، طلبوا مني 50 مليون، طلبوا مني 60 مليون. هاد التصريح ديالي ديال الاحرار هو اللي قالها من الاحرار. انت سمعتي التذاكر مثلا ديال الاحرار اعطيني 2 مليون التمصير، هذاك راه هو من الاحرار. انت سمعتي 17 مليار ديال المحروقات مجلس منافسه ماشي مؤسسه دستوريه؟ واش انا اللي قلتها قالها وهبي من بعد؟ اذا اما وهبي خصو كون كان فيهم شويه النزاهه ومع احترامي لهم راه ما كنتعرفش شخصهم. انت قلت لي 17 مليون والله ما نتحالف معك في الحكومه. شوه له سمعته، شوف واش داروا، شوف السياسه كيدير دخلوا عنده باش يمسخوا وانت مسختيه. ولكن حنا زرعتي عندنا الياس، كرهتينا في الحياه السياسيه. البارح كتقول غير هذه باش نعيدوا الحياه في العمليه السياسيه، راه مشكله السي محمد. طيب انت كتقول لي صندوق المقاصه شكون قالها؟ انا مجلس المنافسه قال 17 مليون. غادي نبقاو غير في هذا المثال وغادي نتكلموا هنا على نموذج حي ديال دور الصحفي المنبه الذي ولكن في نفس الوقت واش هادشي ما كيأسكش السي المهداوي؟ مثلا جبت المثال ديال السي عبد اللطيف وهبي امين العام ديال حزب الاسرى المعاصره قبل ما يدخل الحكومه يعني مهرسنا الراس. هذاك كيهضر على اخنوش دا 17 مليار دا 34 مليار ما يمكنش ندخل الحكومه ديالو، ما يمكنش دا. نسولكم كمل عافاك نسولكم كمل. عرفتي قلتي واحد الكلمه رائعه. شتي هذه العمليه ما بين وهبي وما بين اخنوش قبل انتخاب النوع من التصريحات، شتي كاع اللي كيبان لك عدميين في المغرب واحقاد وكيشوف والله ما عمرهم اثروا ضروا البلاد كما ضرها هذه العمليه اللي كتبان لك بسيطه. طيب اخطر حاجه هو تامين العام تقول لي هذا راه فيه ويرجع شويه لقيتك انت وياه معاندين. الاستاذ واش ما كيأسكش كتقول انا كصحفي كنشوف يعني وقائع
وكنتكلم عليها وكنعلق عليها وكنبينها ونعاود نبينها ولا شيء يحدث ولا شيء يقع. والسوابيه غادي للحكومه ما مسوقلكش وكتقول له انت كذبت علينا ما يديهاش، كتقول له نافقنا ما يسوقلكش وغادي للحكومه ويقول لك ضرب راسك مع الحيط الصحفي ولا مش صحفي. كيقلق شويه سي محمد، واش غير يقلق ولا يأسك؟ لا ماشي كنيأس. انا شوف بكل تواضع، احنا عرفنا خرب بلادنا في المغرب، كاين علاقات وكاين شبكات وكاين الظاهر وكاين الباطن. راه ما كنفهموش شي حوايج. كاين حتى واحد المشكل كيقول لك هاد الناس الا تفاعلنا معاهم عاد يصروا علينا وعايزين يطالبونا ديما نزرعوا فيهم الياس باش يرجعوا للور. هذه سياسه مع كامل الاسف. ها هو مرات اخرى تصدر حكم مطلق. هذه السياسه واحد كتكرر بزاف، 1 2 3 4 5 6 وعرفتي شنو تقولي انت من تحتها الاستاذ والله الا بتي نهار في الحكومه الاستاذ من فوقها وبهدوء. هذا التلبس تعرف هذه شنو هي الاستاذ؟ هذه انا كنتفكرها وبهدوء ومن تحتها. هذيك الوزيره اللي مشات كدير السياحه في عز شهر غشت اللي خصنا حنا ندخلوا السياحه عندنا هنا للمغرب. فين كيكون وزير السياحه في شهر 8؟ تيكون في بلادو باش هو اللي كيمشي لي زوطيل وتلاقى الناس ولا باش ينشط الدوره السياحيه. وفي عز مشات دارت السياحه لدوله اخرى. هذه شنو كتكلف؟ هذه كتكلفها باي باي تهلاي في راسك الاستاذ. وعلاش هذا الشيء ما كيوقعش؟ علاش مثلا وهبي وانت كتقولها من تحتها ما كاين حتى شي حاجه؟ حتى دابا حتى في البرلمان المعارضه ما كتسالش والو السيد. يمكن حنا صحفيين واضعين السقف يعني اعلى من القياس. لا انا نقول لك علاش والسياسيين يمكن ما عندها حتى شي معنى. واش حنا اللي زعما حنا صحفيين خصنا نغيروا هذا الوضع وبغينا نحققوا الديمقراطيه في البلاد اللي يمكن شوف حنا خاطئين؟ لا العمليه كلها كاينه في الانتخابات. تصدقني قوه الضغط اللي ممكن توارث عليها نمارسوها ونبدلوا هذا الشيء. وكان عندك برلمان، هذه الاصوات ديالنا حنا الصحفيه بحال الدرسه. كتعرف شنو الدرسه؟ كتعطيها شي. ملي كيكون عندك احزاب سياسيه وبرلمان تقدر تشل الوضع وتبدل. البرلمان باي باي. البرلمان في غالب شوف غير القاسم الانتخابي تصور بنادم كان في خريبكا، كان تحت الارض، كان بيت الناس، كان فوق الكرمه غتهبط دابا. هذاك عنوان ديال الوضع كيفاش داير سيدي محمد. ملي تيكون عندك الاحزاب السياسيه والبرلمان، هاد الحقوقيين وهاد الصحفيين وهاد الاصوات هي ازعاج. علاش دابا حنا عينا ما نغوتوا على النشطاء الريف والصحفيين؟ ولكن تصور الاحزاب السياسيه كنت قدمت بطلب ديال العفو العام. تصور كنت قدموا مثلا الملك مثلا بطلب ديال العفو. دابا نقول لك بيني وبينك انا كنقول دابا الملك محمد السادس وحق الله اخويا كنقول لك بمنتهى قلبي وبمنتهى المسؤوليه. ولكن بعض الناس كيصحاب لهم راه كانت بيضاء وكانت مرة. الملك راه عنده صلاحيات يخرج كل شيء، ولكن لا اخويا راه الدوله هذه هو اللي عارف. لكن الناس في التيران عارف. دابا انت مدير معايا النشر هنا، عندك هشام رئيس، عندك صحفي، عندك ما يمكنكش تلم بكل شيء. وكاين حوايج غيتحمل فيهم هشام مسؤوليه، هو اللي عارف الصحفي اللي حداه، هو اللي كذا. تقدر تاخذ انت قرار ويجي عندك هشام يقول لك السي محمد انت اللي خديتي انا ما. اذا انت كتثق في شي واحد تحتك. هذوك الاحزاب السياسيه والمجتمع علاش ما تقدروش تطلعوا في الملك؟ والله الملك لا ردهم، والله تكون راه تحلت المشكله. طيب المشكل في الاحزاب السياسيه واحد الوقيته الا كتذكر مزيان كان مثلا الحزب الاشتراكي الاتحاد الاشتراكي كان عنده علاقه مع الامميه الاشتراكيه واسماء وزينه، كان كيمشي كيحضر يعني الامميه الاشتراكيه على المستوى العالمي وعنده علاقات مع الاشتراكيين الاوروبيين. كاين احزاب اخرى اللي عندها علاقات في اطار الامميه الليبراليه الى اخره. مؤخرا ما كناش كنسمعوا كاع الاحزاب المغربيه كتحرك على المستوى الدولي. واش هذا ماشي سبب انه وصلنا لهذه المرحله ديال القطيعه مع البرلمان الاوروبي؟ كاين شي مسؤولين كبار دابا كيجيو عندنا هنا المغرب مؤخرا، ما لاحظتيش الجفاء اللي عندنا الدبلوماسي؟ شي مسؤولين كبار. وشنو السبب؟ واش عندنا شي انشطه وسط المغرب ما كتلاحظهاش؟ زيارات كبار مثلا. شنو واقع؟ واش عندنا مشكل ديال النخبه؟ بيان سور عندنا مشكل عميق الاستاذ. راه الناس رجعت للور وكثرت. واش رجعت للور ولا مشكل ديال الكفاءه والنخبه ما كايناش؟ الحكم على الزبزافي خطير. خلي دابا الافعال ثق فيا رمزيا. لا ما تقولش خلي ناس محمد كيعطيك شي حاجه برمزيتها. شي ملي كتعطي لواحد 20 عام خلي دار ما ندخلش معاك دار ما دار. لا كنهضر معاك انا رمزيا في العلاقه بالنسق السياسي وهذا الوضع اللي كتسول عليه. النهار اللي تحكم على الزبزافي في 20 عام كلشي عارف الخوف، زمن الخوف، كلشي يرجع للور. احزاب فهموا المسائل. علاش غادي يرجعوا للور؟ كنقول لك كيتكلموا على الامميه الاشتراكيه، الامميه الليبراليه، الفريق الليبرالي الاوروبي، يعني تكون شراكات يعني قويه، علاقات متينه ما كايناش. شكون اللي كيدير هذه شحال؟ ولكن كنهضر لك على واحد الزمن اللي انت رجعتي لكلامي. دابا اسم محمد راه اسمحوا الاحزاب تجمعات للوصوليين والانتهازيين. كاين بعض الشرفاء وسط الاحزاب ما كنقولكش كل شيء، ولكن عاد تقول لي عاوتاني المهدي هذا الحقيقه الاستاذ. انت غتمشي سير كتالت، انت غتكون كتاب، انت رئيس قسم مصلحه، انت مدير الديوان، راه كتوزع المناصب في المغرب الاستاذ. راه الاحزاب ولا السبق لي. شوف تصور ولات واحد الفكره وسط المغرب ضرب على راسك، راه ما يعقل عليك حتى واحد. واللي ما دارش فلوس دابا راه يتقول بحال ولات الله طول الخلعه. كلشي باغي يدير لاباس، كلشي باغي يدير الثروه في المغرب. راه الوطن مابقاش كيفكروا فيه الناس بزاف الاستاذ العزيز. صدقني راه بسطاء الشعب هما اللي كيدافعوا على المغرب اليوم. الدراوش شتي الدراوش اللي ما عندهمش سير سبلهم والله ما يتزاكلوا على هذه البلاد. شي هاد الموالين المسؤولين وهاد انا والله بعضهم والله ما كنتش. ما سمعناش المجلس الوطني لحقوق الانسان رد على البرلمان الاوروبي؟ مازال ما عيطولوش. شكون اللي يعيط له؟ لا زعما مازال ما جاوش. لا تعيط بوعياش باقا ما عيطت ولا شوف ما عيطوش. خلينا ندوز هذه الحلقه. لا قلت لي مازال، انا نقول لك مازال ما عيطت لهمش بوعياش. ربما يحكي لي وقيلا كدعوا للشفاعه وكيديروا. انا ما عرفتش دابا ما نقدرش نقول، ولكن حتى هو ما يمكنش دابا يدير شي موقف ديالو. ياك حيت البرلمان الاوروبي راه كينتقد الوضعيه ديال حقوق الانسان في المغرب. انت جبتي دابا واحد الانسان تهم بالتحرش بالمندوبيه الوزاريه لحقوق الانسان. دابا انا ماشي قضاء، انا نقول لك على اللي سمعت. جا رئيس المجلس المندوبيه الوزاريه تصنت لذوك البنات اللي كيعطوا الضحيات المفترضات حال ملف على النيابه العامه 11 شهر دابا.
هذاك الشخص المتهم مشى للمجلس الوطني وترقى. كيفاش؟ كاين قرينه البراءه. دابا غير فهم لي الاستاذ، عطيني متهم بريء حتى تثبت ادانته. 11 شهر. هذا نقاش اخر. لا وحتى هذا نقاش اخر، ولكن كاين ناس خارجه، كاين ناس زعما انا كنتفهم، ولكن من حقه يمشي يشتغل لان مازال بريء. خليه هو. لا ولكن راه كنخافوا. دابا انا ندافع على قضيه البراءه، انا ما نقولكش دايره اتونسيون، ولكن غير سمعني نفترض واحد الوقت كان دايرو خليناه دابا مثلا. بالعكس هذا النوع من التهم خصنا نفصلوا فيها بسرعه. نتكلموا بصفه عامه باش ما نشخصنوش، سينو غادي بحال اللي كتحكر عليه. لا غادي نبقى المجلس الوطني في المجلس الوطني المجلس الوطني القيسان دابا في 124 باقي القضاء ما قال كلمته، قال ضحايا. واش هذا ماشي مصادمه مع مبادئ باريس؟ عنده الحق، وهذا ما هضر عليه حتى واحد. هذه مؤسسات بلادنا السي محمد تيجيني يعني تاخذ الرايين قبل بلاتي وفي البلاصه كتبوا الضحايا خرجوا موقف. هذا صاحبي راه واحد التجاوز حقوقي بائد. شكون هذا نقاش؟ هذا نقدروا علاش نقاش؟ شكون اللي عطاهم الزعم؟ لا خصك تقرا على البحث باش تفهم هذا الشيء اللي واقع مؤخرا. شنو بغيت تقصد السي مدو؟ كنقصد كاين شي قوه سياسيه خطيره ولات في البلاد مؤخرا، شي حاجه ماشي هي هذيك. وهي الدول العميقه ديال الله يعلم، ما قلت حتى حاجه، الله يعلم، ما نعرف. انا ما حتى وائل المهداوي، انا كنقول لك كنعطيك، انا صحفي كنرصد لك ظواهر. نبقاو يعني تداعيات القرار ديال البرلمان الاوروبي رانا شفنا كاين هذا خايب بزاف. هذا مول المليار ونص اللي طارت قلت البارح الدرهم ديال الصحراء، جمعيه بمليار ونص. قلبت على الموقع ديال الالكتروني اليوم وكاع ما لقيتو. هذا المليار ونص جمعيه فسر مثلا مليار ونص الاستاذ قال لك وهميه لا توجد في الارض. وقيس على ذلك وكاين المجالس الجهويه الحسابات. يعني علاش مثلا هذا الشخص الدرهم اللي تكلمت عليه علاش مثلا ما يمشيش يراسل المجلس الجهوي ديال الحسابات؟ بغيت تعرف الحقيقه علاش مثلا خصو يخرج في فيسبوك؟ هذا نقاش عاود اخر. عرفتي شنو هو المشكله؟ نتحاسبوا في فيسبوك ونخليو المؤسسات ايضا كنضعفوا المؤسسات. لا ماشي هكاك. ربما عندهم نقص. كاين مشكل الموارد البشريه، سبق ناقشها في مناسبات بزاف، راه النقص كيلعب دور. خليني غير نرجع، الله يخليك انت الحديث معك شيخ كما قلت. انت ماشي غشيه. لا تبارك الله يكبر بك السي مهداوي. نبقاو في يعني التداعيات ديال قرار البرلمان الاوروبي اللي انتقد الوضعيه ديال حقوق الانسان في المغرب. بالمناسبه انا طحت على واحد مقترح قانون. عندك المشاركه، كتعرف القانون الجنائي كاين الفاعل الاصلي، كاين المساهم، كاين المشارك. دابا انا التصريحات ديالي ما تسمعش بيا بتصريحاتي. شوف صافي دخلنا عندك المشاركه في اهون الاضرار من فوقها. على اي دابا مقترح قانون تقدموا به الفرق تقريبا كاع الفرق البرلمانيه ديال مجلس النواب، كيتعلق مقترح قانون بتغيير وتسميم القانون القاضي باحداث المجلس الوطني للصحافه. شفتك ايضا تعلقت عليه، نخليك تعلق عليه هكا بصفه عامه وندخل معك بعض الملاحظات. يعني مقترح قانون يمكن مزيان ان الواحد يغير ولا يتمم شي مقتضيات ديال المجلس الوطني للصحافه، ولكن انا شفت شي حوايج تماك خطيرين جدا، وحنا كنناقشوا الوضعيه ديال حقوق الانسان وديال الصحفيين في المغرب. شوف اسمع محمد، واش كتعرف حنايا الناس ما عارفينش واحد القضيه بزاف. راه كاين شي حوايج. نعطيك مثلا دابا قانون التصفيه، الناس كاع ما كيعرفوا قانون التصفيه، كيعرفوا قانون الماليه. تعرف كاين واحد القانون سميتو قانون التصفيه. هذا القانون بعد 15 شهر هذيك دابا البرلمان هو اللي كيرخص للحكومه تحصل موارد ياك وتخرج نفقات. كاين واحد القانون سميتو قانون التصفيه، هو اللي خاص المغاربه كل حتى واحد ما كيعرفو. كنقول لك كيدوز في ساعه. شنو هو هذا قانون التصفيه؟ في الاخر كنتحاسب معاك هذيك الفلوس اللي درتي في القوائم الماليه، شنو جمعتي، شنو صرفتي، هذا الشيء كامل كيمر مرور الكرام. علاش جبت لك هذه القضيه؟ باش نحيد لك واحد الفصل اخر، فصل 77 من الدستور. واش كتعرف بان البرلمان يشرع التيعيه؟ الحكومه هي اللي عندها كلمه الفصل الاخر، وحيث ان الشيعيه البرلمان. الدستور المغربي مصوب على الحكومه، واخا حتى كتسمع سلطه. هذا نقاش اخر. لا نقاش مهم. خلينا نبقى لا جايك، انا كناسس لك، انا كنمشي معاك كنهضر معاك هكاك. كاين فصل 77 واخا البرلمان في قانون الاطار التيعيه، واخا يجيب الاقتراحات ترفضوا فصل 77. اذا الحكومه هي علاش؟ لان هذا المقترح راه كان مشروع قانون كان عند الحكومه في جناح الظلام كيقادوه، وملي شافوا القضيه حماضت جابوا هذا القانون ديال وي. دابا كنعطيك الكواليس، واش كتعرف واحد الفكره غنقولها لك دابا، خليني نسمي وبادب. السي التويزي برلماني ديالنا محترم، كيتمتع بقرينه البراءه وحتى واحد ما يتهمه مزيان انا، ولكن هو معروض على غرفه جرائم الاموال. هو اللي جاب عطاه له وقيله بن سعيد مهم الحكومه، هو اللي وزير الثقافه والاتصال. وسير معايا اسمع باش تعرف واحد الفكره من الصباح حنا كندوروا عليها. غير في المشاركه تحمل مسؤوليتك. علاش؟ لا غير تفضل. لا عندك المشاركه. اسمع لي توفرتي لي عرفتي شنو من صور المشاركه. والله لا هو البلاصه فين دار المجرم، في المجرم فين دار في الدار ديال واحد السيده، هذه دارك. انا معك هذه صور من صور المشاركه. دارك في داري وانا مضامن معك. لا كنضحك. سمعت نمشي معك فين ما بغيت. لا ما كاينش مشكل. اسمع شوف عافاك كلمه واحد النقطه، يا ريت تعطيني نفس. دابا غير باش نعاودوا لنا دخلنا وخرجنا. كاين مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 9013 القاضي باحداث المجلس الوطني للصحافه. شوف راه المجلس الوطني للصحافه الان كاين اللي كيترأسه هو يونس مجاهد. اسمع نقول لك كلمه، كنطلب منك نجاوب في هذه النقطه، ولكن انا راه باغي نوقف لك عند نقطه في غايه الاهميه باش لينا الوقت. لا حيت هذه مهمه. من الصباح انا وياك تناقشوا على هذه اللي غنهضر ناقش معك دابا، داير عليها النقاش من الصباح. ملي قلت لك هذا السيد رئيس الفريق ومتابع امام جرائم الاموال، متابع هذه كنتحمل فيها مسؤوليتي، ما كاين مشكل، ما تنقولكش داير هذا نقاش القضاء يفصل فيه، وهو متابع مزيان. انا بغيت نقول لك واحد الفكره خطيره عندها علاقه بهذا المقترح. علاش دابا الانسان اللي يكون متابع امام القضاء صعيب يكون في الغرفه التشريعيه؟
حيت البشر من يوم. ولكن راه يقدر يكون بريء، راه تعرف شحال والله العظيم دابا كنتكلم بالقلب السليم. والله بقلبك وانا متفق معاك. انت دوزت في هذه المرحله بشحال بواحد كان في الحبس وخرج بريء في الاخر ونحاكبوا ونضيعوا له حياته. لا الاستاذ اسمح لي، دابا راه متابع دابا واش كاين تماطل، واش كاين بطء ديال القضاء، هذا نقاش هذا اللي خصو يكون. لا الاستاذ يعطيني فرصه نقول لك. اذا حنا خصنا نلقاو فاصل في هذا الشيء. واحد تصور انا بريء بحال دابا، اشوف هذا التويزي انا وياك غنديروا بريء مسكين مظلوم، سير معايا واحد بعد مظلوم، وتصور داروا له تهم وعطاوه قانون. انا نتصور بهذه الصوره حيت هو مظلوم مسكين وما عطيتش يعني يقدروا ياثروا عليه، علاش خطوره الاستاذ؟ راه علاش كنقول انا ماشي الشخص يعني انا داير دابا التويزي مظلوم، انا كنعلن انا فهمني مظلوم، غنجي انا نقول له هكا القانون بغيت ندوزو وانت كتعرفني انا عندي ديال ربما ناثر على شي جهه دابا بيناتنا الا عطاو شي واحد اخر ما يدوزوش، فهمتي؟ لا اللي كيكون موقف ضعف تيكون كثار قالها، لا اللي تيكون في القضاء الله يحسن العون، واللي كيكون مثلا ما قاريش. واخا عطاو له، انا ما كنقولكش التويزي، تنقول هذا الشخص يحيد المتابعين امام البرلمان، راه خصهم الاستاذ. راك حيرتنا بحال عطاو له شي قنبله ولا ما نعرف. اكثر من القنبله. هذا اذا كتب له النجاح والله سيحكمون على الصحافه باي باي في المغرب. الاستاذ عندك صحاب كتجتهد، واش كتعرف هذا شنو فيه؟ والنص ديالو عقوبات الاستاذ، واصبح ما بقاش سميتو المجلس الوطني للصحافه الله يحفظ، يولي المقصله ديال الصحفيين الاستاذ. واي حاجه عقوبات هادشي واحد الطابع زجري، واحد النفس جزري مره، وما قلناش حنا صحفيين النص ديالو. قرا شوف لجنه الاخلاقيات والصلاحيات اللي عندها، يوليو يتابعونا في الفيسبوك، يوليو يتابعونا في اليوتيوب. وهذا بالمناسبه باش نكونوا منصفين راه ما قدموش الصحفيين، يعني قدموا الاحزاب السياسيه بحال اللي بغاو يحميوا راسهم ضد الصحفيين. علاش حنا المجلس هاد الصحفيين ما قادرش نرجعوا على ماده ولا نشاركوا فيها الاستاذ؟ خطير جدا. وما كاينش صحفيين لا قول لهم. نسولك واحد السؤال الله يرحم باك، دابا بجوج حوايج غنسولهم وغندوز عليهم بسرعه. جمعيه هيئه المحامين بالمغرب ماشي جمعيه ماشي دستوريه بحال المجلس الوطني للصحافه، مزيان. علاش الملك ما كيعينش رئيس الجمعيه؟ ها واحد وتبع معايا. علاش في الصحافه باغي الملك يعين؟ جوج. علاش هذوك الصحفيين، علاش حنا كل عام ديال بطاقه الصحافه وجيب لي شهاده تسجيل سميتو حسن السيره كل عام جيب الوراق؟ علاش المحامي ماشي كل عام كيجيب بطاقه؟ علاش الاطباء؟ علاش غا حنا كل عام كيجرجروا الصحفيين غادي قاسم وجيب لي وصيفط لي جيب عقد الزياد، جيب حسيله، جيب الملائمه، عرفتي بحال اللي غدخل الدبلوم. علاش ما يقولوش الاطباء كل عام جيب لي الدبلوم باش نعطيك البطاقه ديال الطبيب؟ وكل عام هادشي راه كاين دابا، هذا هو اللي خصو يتغير، هذا هو اللي خصو يتغير سي محمد. كل عام طالع هابط. والاستاذ الملك يلاه الملك بمكانه الاعتباري تدخلوا في هذا الشيء. واش هذه مؤسسه دستوريه؟ مؤسسه الحكم راه واضحه في الفصل 162 من الدستور المغربي. علاش الاحزاب اقترحت او شكون الحزب هذا اللي اقترحوا اللي البام ولا البام سي وهبي؟ علاش كنقول وزير الاتصال هو سي بن سعيد. شوف نعطيك واحد الفكره اخرى دابا هذه. واش متخوفين من الصحفيين؟ والله خطيتيني نهضر معك اخويا. يلا تفضل. قسما بالله العلي العظيم عبد اللطيف وهبي، نزار، السي اخنوش والسي العنصر، السي اوزين، والله ما كنفرق بيناتهم. ثق فيا راه ملي كنعطي ملاحظات بحس الوطن راه ماشي ملي كنقول لك وهبي علاش كنقول لك ماشي كنستهدف وهبي. بغيت غنقول لك واحد الفكره. دابا انت ملي غتقول لي بهدوء وبتحتها وتبع معايا خويا، غتقول لي التويزي عنده غرفه جرائم الاموال. دابا تصور انا مثلا ملي كتجي انت جون افريك وكتقول تعديل الحكومي وبام غيطير هو ميراوي، هذه كلها اساليب. راه يجي الوهبي للبرلمان يبقى يقول الجمعيات ما عندكمش حق ديروا الشكايات، مجلس الصحافه قالوا القانون غندوزوا. علاش التاثير الخطير السياسي ملي تيكون عنده؟ علاش القضاء خصو يفصل؟ فهمني ملي كتكون تهم. دابا انا ما كنعرفش البام دابا قادوا يضغطوا عليه عبوه باش يجي التعديل الحكومي، راه يقدر ينفذ جميع الاجندات، يبقى يخاف على راسه. شنو باغي ندوزو؟ نوليو المجلس الوطني للصحافه القانون مقترح قانون اللي كنأكد بانما قدموا البام وساندوه بعض الفرق البرلمانيه. كان مشروع انا نقول لك هذه مشروع قانون كان عندهم صلح الحكومه، كانوا غيستغلوا ذاك الفراغ. ما بغاتش تجيب سميه الحكومه، برافو كان عندهم صداع. انا نقول لك شنو وقع دابا هادشي عندي انا مصادر. كانوا غيدوزوه في المجلس الحكومي. اللحظه اللي كتكون عطاله البرلمان كتعرف البرلمان واحد اللحظه كيكون فراغ، بعمليه ملي كيكون البرلمان فارغ المشرع اتاح للبرلمان عن طريق مراسيم يدوز، ما تبقاش الحياه واقفه، ولكن اول دوره برلمانيه تتم الموافقه على داك الشيء. بغاو يدوزوه تما ناض لهم الصداع شويه. كيفاش تلقاو التويزي هذه ما عرفتش كيفاش وقعت. السي التويزي وشي شخص اخر معاه ما عرفت شكون هو، هما اللي جابوا اذا البي جي دي. تحيه البي جي دي في هذه النقطه. شوف كلمه حق توقع. هو وكاين اصوات سمعنا من بعض الاحزاب باقي ما اكدش منها حتى هما ساخطين على هذا الشيء. انا يعني كمهتم بالموضوع مشيت قريت هذاك المقترح فعلا كما قلت 20 ماده على 48 اللي كاينه في هذا المقترح كلها كتعلق بالتاديب والعقوبات. التاديب وكيمشيو اكثر. كيقول لك بانما يقدروا هذا المجلس الوطني للصحافه يطالب الحكومه وزاره ما تدعمش باش ما تدعمش يعني بغاو يعدموا يعني ماشي غير الصحافي يعاقبوا، يعدموا حتى المقاوله. يعني غادي بغاو يردوا المجلس الوطني للصحافه ماشي دراكي جلاد ديال المقاولات الصحفيه وديال الصحفيين. خطير جدا هذا. ولكن اكيد بانما الصحفيين لا علاقه لهم لا الناشرين ما عندهم علاقه بهذا المقترح. وخاص محمد لم يؤخذ نظرهم لحد الان، ولحد الان باقي المقترح مازال ما تحطش. وخاص محمد والتعيين دابا الصحفي حنا نعينوا بعضياتنا. علاش التعيينات؟ بالضبط. علاش حنا ما ننتخبوا الصحفيين ديالنا؟ يطلع عمرو ولا زيد
وحنا والخطير علاش قلتها واحد المره للسي مضيان والسي شاهد الاتحاد الاشتراكي ولا ياك انتم جيتوا من الاحزاب الوطنيه كنتوا كتناضلوا على الانتخابات كارقى اشكال الديمقراطيه مالكم اللي وليتوا كتمشيو للتعيين نعين انا فلان صور شي نعين انا ما عنديش مع محمد غنصيفط خديجه ولا نصيفط هو ماشي مؤسسه دستوريه ماشي مؤسسه دستوريه لا خلي التعيين الملكي وحتى هذوك السبعه الصحفيين ما يبقاوش ينتخبوا الصحفيين لا يمكن سبعه الصحفيين كينتخبوهم لا كينتدبوهم مثلا جزء الصحفي الانتخابات على ما اظن لا ما كاينش انتخابات مثلا ولكن رئيس الحكومه عنده الحق يعين رئيس البرلمان ولا رئيس مجلس النواب عنده الحق يعين صحفي رئيس مجلس المستشارين عنده الحق يعين صحفي هنالك ممثلين عن المؤسسات ديال الدوله كنسولك الحكومه احنا الصحفيين مش على التربيه والتعليم حتى هو عنده عضو في المجلس الوطني نسولك يقرروا الصحفي ماشي تهكاك ودابا شو معايا الخطوره بحال دابا كتاب المغرب مثلا هو ما مجتمعش هو غير شرعي هو عنده مشاكل وغيجي عندي يمثلني مثلا المحامون كتمثلني انت جمعيه محامي انا هو عضو في المجلس الوطني الصحفي هو المحامون وانا صحفي كاين في الهيئات ديالهم لا ما كاينش وعلاش هو عندي وانا ما عندوش اذا هذا المقترح في جمله في جمله راح يسيء المسار ديال البلاد مصادم حقوق الانسان كندعو الشرفاء انهم يتصداولوا في اطار التوابير ديال البلاد ولكن خطير جدا يمكن يكون اصلاح ديال المجلس الوطني بالصيغه الحاليه ديالو كاين مثلا تجديد البطاقات الصحافه كل سنه كيجرجروا في الصحفيين دينهم ردينهم جيب لي الدبلوم جيب لي عرس السيره كاين بزاف ديال الحوايج هذاك الشيء عنده عقليه الضبط حنا ما بغيناش ندخلوا للصحفي دائما واحد الضبط انا مثلا شفت المجلس المطابق ديالو في بلجيكا سميتو مجلس اخلاقيات الصحافه والوساطه واش كتعرف بنا كاين ممثلين الناشرين ممثلين الصحفيين الديمقراطيه واش تعرف بنا حتى هو كيناقش مثلا تجاوزات ديال المقالات الى اخره ما كاينش عقوبات كيعطي راي وكيتنشر على الموقع الالكتروني ديال المجلس ديالو وكيطالب هذاك الموقع مثلا باش يشرح حتى هو المجلس ديالو ولكن ما كاينش يقول لك نحيد له البطاقه الصحفيه نطلب الحكومه باش توقف الدعم على الموقع ما كاينش هذه العقوبات الجزريه يعني في دول اخرى انا كنقول هذا الشيء علاش حيت انا في هذاك المقترح دايرين بان هذا المجلس الوطني الجديد الصيغه ديالو الجديده تكون عنده علاقات مع الجمعيات المماثله في الخارج الى اخره فباغي يعني يكون واحد المجلس مشرف وهو مجلس اللي كيدافع على حقوق الانسان نقطه اخرى لا فضل اسم محمد اسمح لي انا يمكن انا عطيت الراي ديالي هذا الشيء لا لا ماشي انت كتسال وانا كتبغي نناقش هادشي مساله اخرى سيدي محمد علاش المجلس ولا هاد الناس ولا الحكومه ما يعيروش الاهتمام بالمشاكل اللي اهم مثلا الوضعيات الاجتماعيه ديال الصحفيين شحال ديال الصحفيين مساكن وضعيتهم كارثيه الماليه شحال من الصحفيين مساكن عندهم اسرهم شحال من الوضعيه الماليه المؤسسات مسكينه شحال من مؤسسه دابا كتموت على خاطرها الاشهار سيدي محمد علاش الاشهار ما ناقشوش القطاع الخاص بغيت نعطي لهذا ما كناقشوش لا نمشيو للمال العام ديالي وديالك علاش المال العام كياخذوه مؤسسات بعينها علاش الاشهار كيمشي للمؤسسات الناطقه باللغه الفرنكفونيه حصه الاسد سول راسك السؤال هذا نقاش خصو يكون داخل البرلمان ناقش المال العام خصو يكون داخل البرلمان وفيكم البرلمانيين وحتى المجلس الوطني الصحفي والمجلس الوطني علاش لا جرائد الناطقه باللغه الفرنسيه كنقولوا فرنسا ما فرنسا كان عادي ما عنديش ارقام السيمه لا نعطيك ارقام الاستاذ الصحف الناطقه باللغه عندها حصه الاسد اقسم لك بالله وسوي هادشي الناطقه باللغه الفرنسيه عندها حصه الاسد كاينه مواقع كتلقى وزاره الفلاحه عندها المياه والغابات عندها صندوق المياه القرويه كتعطي الجريده بعينها طيب نقطه اخرى مثلا تشير بلاتي اسم محمد عافاك تشير علاش غندوزو على التشهير المجلس دابا فات التعديل كاين نقاش على التشهير بحياه الناس وبالصحفي وبالمتابعين امام القضاء وبعائلاتهم وبزوجاتهم علاش ما يكونش اجتهاد انه انا كمجلس ما نستناش شكايه باش كنت تلقائي شحال يشهر بك انت سي محمد بن واحد عارف بعض المواضيع راه كنشوفها وشحال كيشهروا بالزملاء مثلا الرمضاني وعدد كيشهروا بينا حنا كيشهروا مثلا بحقوقيين ولكن هذا القانون جايبينه باش يعاقب الصحفيين وعلاش حنا خصو يعاقب الصحفيين علاش حنا ما يحميناش المجلس وسميتها التاديب راه خطير مصطلح سميتها التاديب العقوبات يعني بحال يعني ولا الصحفي مشبوه يعني تحشم يقول صحفي كارثه الاستاذ بكل بقايا التوبيخ والانذار والتنبيه بان راه سحب البطاقه سحب الدعم سحب اذا خاص السياسيين يقولوا لنا فين كتبوا هادشي شكون يكتبوا لهم وما كاين حتى شي كلمه على توسيع هامش حريه الصحافه حريه التعبير علاش ما كيتكلموش على علاش عطيني دابا واش حنا عندنا شي حريه التعبير كاع عمرنا نعبر هي كاين مثلا يقول لك مثلا المجلس الوطني للصحافه يدافع عن توسيع هامش حريه التعبير فوق مقتضى الحال يوقف الى جانب المقاولات الصحفيه فيما يخص حريه الصحافه مثلا يعطيك اسم محمد دابا حنا دابا عندنا عقوبات سالبه للحريه ما كاين الصحفيين وعلاش كنتعاقبوا بالقانون الجنائي يلاه علاش عدم التبليغ مثلا غير حنا عدم التبليغ انا صحفي تجيك مكالمه في الهاتف عمل نقاش معك طويل السي حمد بن هادشي هذه اخر نقطه يمكن راه تجاوزنا المهم على اي باش نختموا انا تبعت النقاش ديالك اللي درتو على الامتحان الاخير ديال الاهليه ديال المحاماه واخا مرحبا سي محمد مرحبا وشتك بينما يعني انتقادات يعني لاذعه لعبد اللطيف الوهبي وزير العدل الى اخره يعني نقدر نتفق معك في بزاف ديال الاشياء نقدر يمكن ما نتفقش معك في اشياء اخرى وكذا المتتبعين ديالك واحد النقطه اللي اثارت في الانتباه ديالي هي انه من جبت ولد عبد اللطيف الوهبي وتخصو يجي باش نشوفوا واش قاري ولا ما قاريش واش كوف ولا ماشي ولكن يعني واش ماشي من الاحسن تبقى يعني في المستوى ديال ناقش الوزير وتناقش الوزير يعني علاش نجبدوا ولاد الناس لا هو ولا بنت الانصاري ولا ولد الانصاري ولكن الانصاري ما جبتش ولده ايوا جبت انا ولد الانصاري ولا بنت الانصاري ولا ما عرفتش لا هو واش قلت ولد الانصاري لا هو نجيبوا انا شفت هذاك اللي درتها في السياره ونجيب ولد الاخر عبد اللطيف الوهبي ويجي هذا ولد الانصاري ولا بنت الانصاري ونشوف واش يعني واش ما تجاوزش شويه يعني شكون هو ولد الوزير شكون هو عبد اللطيف الوهبي ولده شنو
راه مشروع محامي يا استاذ. ولكن علاش غنجبدوا لا انت دابا شوف المسؤوليه السياسيه انت تنتبه واخا انت نيتك حسنه راه بالعكس انت اللي وين بغا نناقشوا محامي هذاك ولدو يجي عندنا يناقش معنا مازال ما دوزش لورال مازال ما نجحش. لا مشروع ملي تعرف انا نقول لك اقسم بالله ولكن واش غادي يجي يدوز عندك الامتحان في الاستوديو باش جاو الطلبه جاو عندنا الطلبه الراسمين ايوا ما جاوش معنا مستواهم وجي حتى هو اجيوا انتم المغاربه تصور لو كان ولد عبد اللطيف وهبي المحترم ولده ياك جا عندنا وناقش معنا وبان لينا بشي كفاءه قانونيه ولا غادي تقول حنا نديروا محاكمات عاود لا ماشي وهذوك الراسمين كاع ولاد فلان وفلان عاود يجيو ولا ماشي الراي العام تيسول السيد قال لك ولدي دولة المؤسسات ماشي عاود الراي العام مهم ولكن لا جوج حوايج اولا ولدو مشروع محامي ثانيا كناقشوا في العلم ما ناقشناش في ذاته ولا في شخصه ثالثا ولدو اللي حشروا في باه يحشروا في هذا النقاش انا ولدي في كندا كان عليه يتجنب وين راه وزير راه امين عام ديال الحزب راه محامي راه اللوم على الوزير الاستاذ واش حنا جبدنا ولد نزار بركه واش جبدنا مثلا ولد اخنوش حيت النقاش هو جبد ولده كان عليه يكون ولد كيتصور معايا السيد الوزير ولدك كان يقول له ولدي راه نجح والله يوفق كل شيء تصور بوه لاباس عليه دابا انت اللي غتقول لي انا هذوك المغاربه اللي تجرحوا بوه لاباس دابا هذه ماشي هي الزله الاولى ديال عبد اللطيف وهبي دابا شنو ندير صافي يعني نجمعوا ونطويو ما نبقاوش نتكلموا على عبد اللطيف وهبي لان ساسيرا كنضيعوا الوقت ديالنا كتضيع الوقت السي عبد اللطيف وهبي محمي ما عرفتش انا شكون اللي حاميه راه امين عام ديال الحزب كبير في المغرب وي محمي من وراه هذاك هو المنصب ديالو كيحميه حاميه ما عرفتش انا كنقول محمي واش حامي حزبه ولا حامي اللي معاه ولا حامي سي اخلوش ولا ما عرفتش ولا حامي شي حامي الوضع السياسي المهم انا وصلنا لان كاين وزراء كانوا كيتقالوا على حاجه بسيطه جدا وراه زعيم اكبر ثاني اكبر حزب سياسي في المغرب ماشي بالسهوله تقيلوا راه الا اخنوش غدا اقل عبد اللطيف وهبي راه خص الحزب ديالو يخرج من الحكومه ما يمكنش يستمر الحزب ديالو عبد اللطيف وهبي مقال دابا هذا الحزب ديال البا منين جا غادي نمشيو هو هي هذه عنده شي جذور التاريخ عنده شي عقول لي كيفاش جابها طقلق احزاب عيات ما تخبط دغيا جا الثاني الانتخابات جاب الاصوات طلع البرلمان انا نامن بالمؤسسات ونامن بالمؤسسات السي وكنا كنامنوا بيان سور نؤمن بالمؤسسات التي تستحق الايمان بها طيب اما المؤسسات الحزبيه اللي ما كتحترمش الديمقراطيه شخصيا ما كنامنش بها انا لا اؤمن بالمؤسسات الحزبيه اللي ما كتحترمش الديمقراطيه الداخليه حميد المهداوي شكرا لك الله يخرج معك على خير الله يخرج معك على خير مرحبا بك هذه دارك الله يحفظك اي لحظه كنهنئك على العمل اللي كتقوم به ماشي سهل ماشي سهل كما قلت احسن جواب للبرلمان الاوروبي هو حميد المهداوي انا بعد انت كتقول بان ما تظلمت في الحكم ديالك وخديت 3 سنين على واحد الدبابه ولا المهم انا ما متيقش بان ما خديتها على دبابه يمكن تحكمت عليك شي حاجه اخرى على مخدرات ما عرفتش انا ولكن ما يمكنش نتيق انا بان ما حكموا عليك على هذيك الله اعلم ما انا ما قريتش الحكم ولكن ما عمر شفتك مشيت على برا وانت قدت بلادك ولا انت قدت القضاء ديالك انت كتقولها هنايا داخل المغرب هذا الشيء يحسب لك ويحسب بزاف ديال الناس اللي كاينين بحالك ولكن للاسف ما كنسمعوش الناس بحال هكا والله سيدي محمد حرام انني نقول لك هذه الكلمه هي حرام وغنقولها كامل للاسف بلاش ما ودابا واش غتقول انا ما تقولهاش لا ما غنقولهاش واش تقول لي حرام خصني غادي نبقى نقول انا وطني لا حنا في المغرب خصنا انا وطني انا ملكي علاش خصنا نقولوا هذا الاستاذ حيت عايش مع التماسيح والعفاريت الاستاذ وانت خصك يوميا تقدم الولاء كيبقاو يدفعوك حتى كتمسخ واش فهمتي دابا شكون هما العفاريت والتماسيح وراه هذا هو المخطط اللي خصك انا نعيق به وكنحاول وصاحبي راه مشكل وهو سارق وشفار وكل الكودرون او كيتخزن لك علاش انا بغيت ندور لك نصف الحلقه انا وياك الاخطر ما عندنا في المغرب الناس شفاره بعضهم سارقين وكاين مشاريع ديال بعض الجهات كنخليو هاد الخايبين علاش باش يدوزوا لنا الوضع باش يستمر وكيتحرقوا الوطنيين الشرفاء كاين بعض الناس يسيئون استعمال الديمقراطيه وحريه التعبير اتونسيون بعض المرات الدوله عندها الحق نقول لك كاين بعض الناس عاوتاني الا فتحتي لهم بزاف بعض راه يدصروا انا كنفهموا هاد الحوايج ولكن بعض المرات كيستغلوا الناس هادو المؤامره باش كيتكرفسوا على بعض بحال قانون الصحافه لا تزال الاستاذ راه الناس خصهم هذا خطر السي محمد بقى خصهم غير يقولوا تشدوا الصحافه وتصوتوا 10 ديال الجلدات وتبغيني نسمع من السكوت عقول اخويا اسمع لا عافاك اسمع المسؤوليه امام الله امام الوطن الا كتخدم في اطار القانون شنو ما نهضروش هذا كله تاديب هذا القانون تعطي البرلماني في الليل يصاوب لك هادشي وحنا مالنا حنا قاصرين الاستاذ سي حميد المهداوي كنشكرك كلمه اخيره بغيت نخليك تقول كلمه اخيره كلمه اخيره حياك الله وتحيه لك وتحيه للطاقم ديال موقع اشكاين وكنشكرك فتحتي لي هذه الفسحه باش نهضر وباش نجي فخصنا نقولوا كلمه حق هذا ان دل على شيء كيدل على انكم حتى انتم الحمد لله متشبعين بثقافه حقوق الانسان تؤمنون بالاختلاف راه بزاف ديال المصادر وبزاف ديال الناس مسدوده في وجهنا البيبان بهذه العقليه انا وياك انت صحفي وانا صحفي شنو درنا دابا كنناقشوا اش قصنا شي حوايج راه الناس في اخر المطاف حنا بشر انا قلت واحد الفكره سي محمد راه ما يمكنش كلنا نكونوا خلي واحد الانسان سويت زوج ثلاثه اتتمي مع الوضع سيدي ما كاين باس ماشي كلشي ما تجيش وكلشي لا جوج ولا ثلاثه ناتوا بهم الوضع سيدي الاغلبيه لا بلغتهم واحد كاين البعض ما يحملش راه اخطر ما كاين نقول لك بقناعه انا وصلت لهذه القناعه والله حتى هما الاحزاب السياسيه في هذه البلاد ثق فيا راه الناس راه وجونا واحد والله حتى الاحزاب السياسيه ماشي كلشي عاود سمع لا ماشي كلشي ولا معروفه شوف الاستثناء لا يمحي القاعده كنعرف الاستثناءات دابا واش غنسالوا هذه الحلقه ولا والله ما سخيت بك والناس الجمهور الكريم انا ما سخيتش بك السي حميد المهداوي مرحبا بك نخلوها فرصه اخرى مره نديروا شي حلقه بحال هكا مرحبا اخواني اخواتي كنشكركم على المتابعه ديال هذه الحلقه اللي كانت طويله ولكن شيقه مع واحد الشخصيه اللي محبوبه الله يحفظك السي حميد المهداوي المهم خليت لي ما نقول كنشكركم